طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ يا جماعة كده الآية فارس إن شاء الله. هنتكلم على أهميتها، على مين اللي يستخدمها بشكل كويس أو مين اللي محتاجها في الشغل. هنعرف إيه المشاكل اللي موجودة اللي الشباب غالبا بيتكلموا عنها. تمام. يعني أول مشكلة بتقابل الشباب وهي اللغة. الناس تقول لك أنا معيش إنجليش كويس، فأعمل إيه في الشهادات؟ طبعا الإنجليش مش عائق نهائيا، لأن أنت حتى لو مستواك وحش في الإنجليزي فده فرصة كويسة جدا جدا إن أنت تذاكر إنجليش بشكل مستمر، لانك هتفهم انجليزي وهتقرا انجليزي وتحل انجليزي، فكده كده فرصه ممتازه ان انت يعني ايه تحسن المهارات بتاعتك وانت ماشي. تمام. السؤال التاني وهو عدم وجود خلفيه محاسبيه، او ان الناس المحاسبه معاها ضعيفه شويه. انا برضو شايف ان دي فرصه ممتازه جدا ان انت تحسن معاك المحاسبه، واخدها من جهه موثوق منها، وحاجه ممتازه جدا وشهادات محترمه يعني. تمام. فدول اول نقطتين اللي في شباب كتير جدا بيتكلموا فيهم، هي اللغه وقلنا انها مش عائق، وقلنا المحاسبه، وبالعكس دي فرصه ممتازه ان انت تبدا. تمام. طيب، اهميه شهاده الاي اف ار اس او مين اللي ياخدها ومهمه جدا لمين؟ اولا لاي فاينانشال اكاونتنج. اي فاينانشال اكاونتنت شغال في الفاينانشال اكاونتنج تبقى ممتازه جدا بالنسبه له، علشان ما يبقاش داتا انتري. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت علشان تسجل اي ترانزاكشن عندك، مثلا اشتريت اصل، ايه اللي يعرفك ان هو اصل ثابت؟ ايه اللي يعرفك الميجرمنت بتاعه ازاي تقيسه ازاي؟ ايه الريكوجنيشن كريتيريا اللي انت على اساسها هتصنفه اصل ثابت مش حاجه تانية؟ وليه بي بي اي مش بند تاني؟ ليه مش مخزون؟ ليه مش انفستمنت بروبرتي؟ وليه يتصنف اصلا ما تخش على البي اند ال من الاول؟ تمام. فدي حاجه ممتازه جدا ان انت تعرف انت شغال في ايه، ويعني ما تبقاش داتا انتري واحد يقول لك خد سجل القيد ده تسجله وخلاص. تمام. مهمة برضو لمين؟ مهمة للاكسترنال اوديتورز. ليه؟ لأن الاكسترنال اوديتورز هو اللي بيراجع على على المحاسبين في الشركة، لأن القوائم المالية هي مسؤولية الإدارة في الأول وفي الآخر. المفروض اللي يعد القوائم المالية هي الإدارة. تمام، إدارة الشركة نفسها، بس اللي بيراجع عليهم هو الاكسترنال اوديتور، هي مش مسؤوليته، بس لازم يكون عارف هو بيراجع على إيه. تمام. طيب، حتى لو شغال فاينانشال اناليست برضه تهمك، لان انت بتاخد بنود القوائم الماليه، بتعمل بيها اناليسيس خارجيه، سواء كانت اللي بتقيس الليكويديتي، السولفنسي، الديت تو ايكويتي ريشيو، الديت تو اسيت ريشيو. دي كلها ريشيوز انت بتستخدمها. الريشيوز بناء على القوائم الماليه، القوائم الماليه بتعد بناء على معايير. فانت من الافضل ليك ان انت تكون عارف انت يعني بدايه شغلك ايه، علشان ما تجيش تبني هتقول لي ما هي مش مسؤوليتي، هقول لك ماشي. بس الفكره انت تبقى عارف، ممكن يكون مثلا مطلوب ان انت تسجل بروفيجن، الشركه تسجل بروفيجن، الشركه ما سجلتش. هتيجي انت تعمل مثلا حاجه زي الريشيو، زي الديت تو ايكويتي ريشيو او الديت تو اسيت ريشيو. هتيجي تشتغل عليها هتبقى بالنسبه لك مضلله، مش هتدي لك يعني ايه الاكيوريت ريشيو اللي انت محتاجه. تمام. ليه؟ لان البروفيجن مثلا، حاجه زي البروفيجن ده بيتسجل من ضمن اللايبيلتيز اللي على الشركه، فانت ما سجلتهاش، فبالتالي انت بقيت مسليدنج، القائمه عندك مسليدنج، وشغلك مش هيبقى معبر بطريقه تمام. تمام. معلش بس ندخل شويه من الشباب. طيب، فريق هنا نكتب introduction. زي ما قلنا، مشاكل اللغة مش مشكلة، مشاكل المحاسبة مش مشكلة، دخلنا على أهميتها وفائدتها ومين اللي يشتغلها أو مين اللي محتاجها. نيجي على الإكزام. الإكزام عبارة عن 4 أسئلة فور كويز، 4 أسئلة إيسي مقالية. تمام. طيب، السؤال الأولاني هو عبارة عن consolidation. السؤال الثاني calculation. السؤال الثالث برضه calculation. السؤال الرابع عبارة عن theoretical. اصبر يا بيت. تمام.
فدي تصنيف الامتحان بتاع الاي اف ار اس دبلومه. الامتحان ده الوقت بتاعه 3 ساعات وربع على 100 درجه. تمام. يلا يا كل بنت سؤال روح. عليه 25 درجه. يا حبيبي فين؟ كل سؤال عليه 25 درجه. تمام. طيب احنا النهارده نقول ان احنا في اول يناير، محتاجين ان احنا نبدا نشتغل كويس لغايه شهر جون. المفروض ان الامتحان بيبقى مرتين في السنه، امتحان في الجمعه الثانيه في شهر ديسمبر، والجمعه الثانيه في شهر جون. تمام. او خميس وجمعه على حسب الابديت اللي حاصل بقاله فتره، بقاله سنه تقريبا. فانت مطلوب منك النهارده ان احنا نبدا من اول جانيوري، يبقى عندك شهر واحد واثنين ثلاثه اربعه وخمسه، تدخل الامتحان شهر سته ان شاء الله. فالوقت كافي جدا ان انت تدخل. تمام. الوقت بس احنا محتاجين ان احنا نظبط الوقت بشكل كويس، نستغل الوقت الموجود كله، لان الشهاده مش صعبه، يعني مش سهله، بس مش مستحيله. هي صعبه. درجه النجاح 50%. انت لو جبت 50% فانت ناجح. ومع ذلك رغم ان درجه النجاح 50%، بس نسبه نجاح الممتحنين في الشهاده بتتراوح ما بين 35% ل 45%. فبرضه ستيل رغم ان درجه النجاح مش عاليه، بس نسبه نجاح الناس مش عاليه برضه. تمام. فده يدل على صعوبه الشهاده. تمام. طيب ميزه الشهاده في صعوبتها ان هي بتبقى لها تقل في السوق. لو الشهاده بتبقى صغيره، او انا قصدي على الدبلومه مش شهاده المعايير، لو الدبلومه يعني او الشهاده بروفيشنال لو هي نسبه النجاح فيها عاليه، فبالتالي بتفقد جزء من قيمتها في السوق. تمام. انما عشان صعوبتها فهي بتبقى معروف مين اللي واخدها، ومحدش مش اي حد بياخدها يعني. طيب زي ما قلنا دي درجه النجاح. نسبه النجاح من 35 45%. دي درجه نسبه نجاح الناس اللي داخلين. طيب الجهه المانحه للشهاده دي اسمها الاي سي سي اي، اللي هي الاسوسيشن اوف تشارتد سيرتيفايد اكاونتنتس، جمعيه المحاسبين القانونيين المعتمد. الدوله بتاعتها بريطانيا. تمام. طيب تعالى نتكلم بشكل مختلف شويه. انا عايز اعرف ايه الفروع المحاسبه اللي عندي والموضوع هيمشي ازاي. طيب فروع المحاسبه accountant branches. انا عندي 4 انواع من المحاسبات. في عند الجفرمنت، عند not for profit organization. يعني ايه؟ يعني المحاسبه الحكوميه والمحاسبه بتاعت الشركات الغير هادفه للربح، زي الجمعيات الخيريه، جمعيه رساله، جمعيه الأورمان، بنك الطعام. دي ليها محاسبتها الخاصه ومعاييرها الخاصه، لا يسري عليها الاي اف ار اس. عندي ايه تاني؟ عندي رقم 2، عندي التاكس اكاونت. التاكس اكاونتنج بنستخدم فيها القوانين الضريبيه علشان خاطر نعمل بيها الاقرار الضريبي. برضو لا يسري عليها اي اف ار اس، ليها رولز ولوز والبيزنس بتاعتها. تمام. علشان خاطر اعمل التاكس ريتيرن. ايه علاقتي انا بيها كاي اف ار اس؟ في حال ان انا جيت اشتريت اصل ودفعت عليه ضريبه، ساعتها احتك بيها، بس برضو ملهاش علاقه بالاي اف ار اس. طيب عندي ايه تاني؟ عندي في نوع ثالث من المحاسبات اسمها المانجمنت اكاونتنج. يعني ايه المانجمنت اكاونتنج؟ خاصه بايه؟
خاصه بالبادجت، خاصه بالفوركاستنج، كلها حاجات خاصه قدام. نقول فيوتشر بروسبكتيف. يعني ايه فيوتشر بروسبكتيف؟ هي كلها تنبؤات. بيقول لك انا عايز اعمل كذا. احنا النهارده مثلا في الكوارتر الثالث او في الكوارتر الرابع، المفروض ان بيتم عمل البادجت في الكوارتر الرابع من شهر اكتوبر لشهر ديسمبر. تمام. طيب بتيجي تقول ايه بقى؟ والله انا متارجت السيلز تارجت بتاعي ان انا احقق مبيعات وليكن ابيع مليون وحده. تمام. طيب هبيع مليون وحده، تكون الكوست بير يونت تكلفتها كذا. تمام. طيب فدي هنا النظره مختلفه. انا نظرتي فيوتشر عكس الفاينانشال اكاونتنج. الفاينانشال اكاونتنج هي كلها بناء على هيستوريكال داتا. تمام. مش فيوتشر. رقم 4 الفاينانشال هيستوريكال. يعني ايه هيستوريكال؟ انا بعت، اشتريت، اشتريت اصول، اشتريت انفستمنت بروبرتي، اشتريت انفنتوري، كل دي مشتريات يعني سنه فاتت. انا بقفل النهارده عن السنه اللي فاتت. الريبورتنج الجديد بتاعي او تاريخ الميزانيه بتاعتي 31 ديسمبر 2012 او 2023 وليكن، انا بقفل عن سنه فاتت، كلها هيستوريكال داتا. تمام. على عكس المانجمنت اكاونتنج. المانجمنت اكاونتنج كلها نظره مستقبليه. انا بعمل بادجت، بعمل فوركاستنج. تمام. طيب عندنا حاجه بقى مشتركه، قاسم مشترك ما بين المانجمنت اكاونتنج وما بين الفاينانشال، وهي الكوستنج اكاونت. فين بقى الكوستنج اكاونتنج من الموضوع ده كله؟ الكوست اكاونتنج هي مرتبطه بالاثنين، مرتبطه بالفاينانشال ومرتبطه بالمانجمنت. ليه؟ لان احنا قلنا في المانجمنت اكاونتنج انا نظرتي كلها لقدام، بادجت، فوركاستنج. طيب انا عملت البادجت بتاعتي، قلت والله انا عايز ابيع بكذا. تمام. ورحت للجماعه بتاع السيلز ديبارتمنت، قلت لهم والله انا متارجت ان انا ابيع مليون واحده. سعر الوحده هي مثلا $10. طيب تكلفه الوحده برضه فوركاستنج، انا محتاج احددها علشان اعمل بادجت كامله. بادجت كامله يعني ايه؟ انا بعمل بي اند ال كامله. تمام. طيب ده بالنسبه لربط الكوست اكاونتنج بالمانجمنت. طيب ربطتها فين في الفاينانشال؟ الفاينانشال اكاونتنج مربوطه باي اس 2 اللي هو الانفنتوري. في ايه بقى؟ انا عندي انفنتوري، الميجرمنت بتاعه ازاي؟ انا بقيسه بايه؟ تكلفه المشتريات، ولسه بحط عليها تكاليف تانية. لو انا عملت ميجرمنت غلط للانفنتوري، فبالتالي الكوست اكاونتنج او الكوست بير يونت هتبقى غلط. فبالتالي انا الكوست اكاونتنج داخله معايا في الفاينانشال اكاونتنج في حسبه الانفنتوري او توزيع الالوكيشن فور كوست بير يونت، والاوفر الوكيشن وتوزيع التكاليف والكلام ده كله. تمام. طيب نقول تاني، احنا عندنا 4 فروع للاكاونتنج. عند الجفرمنت والنون فور بروفيت. نظرا لاختلاف البروسبكتيف او اختلاف الاهداف، ان الجفرمنت والنون فور بروفيت هم هدفهم مش ان هم يعظموا ارباح او ان هم يكسبوا، فبالتالي طريقه العرض وطريقه القياس عندهم مختلفه عن اللي عندي. انا كبزنس اورجانيزيشن، انا هدفي هو انا مش عارف حاجه، فبالتالي طريقه العرض عندي غير عنده. هو ما عندوش ايرادات، ما عندوش الكلام ده كله. هتلاقي بقى دعم، هتلاقي تبرعات ودعم والحاجات دي كلها. تمام. انما عندنا تلاقي ايرادات ومبيعات والحاجات دي. تمام. فبالتالي اللي احنا عندنا كده الفروقات ما بين ال4 فروع في المحاسبه. تمام. طيب نيجي بقى نشوف الاي اف ار اس انديبلي شويه، نشوف بتتكلم في ايه. طيب الاي اف ار اس انا عندي فيه معايير، او انا همتحن انا كدارس للدبلومه همتحن في حوالي 37 معيار. تمام. 37 ستاندرد. في منهم معايير مكتوب عليها اي اي اس، وفي منهم معايير مكتوب عليها اي اف ار اس. ايه الفرق بين الاثنين؟ طيب الفرق بين الاثنين هو ان انا كان من سنه بدايه نشأة المعايير اصلا هنا كانت من سنه 1900.
73 ل 2001 كان في هيئة قديمة هي اللي شغالة بتنشئ المعايير، فكانت المعيار اللي بتنشئه بتكتب عليه IAS 1 IAS 2 IAS 3 لغاية IAS 41. كانوا مطلعين 41 معيار. تمام. طيب جم بعد 2001 في لجنة ثانية اسمها International Accounting Standard Board. في لجنة ثانية أو مجلس ثاني هو اللي مسك المعايير. تمام. لما مسك المعايير بقى المعيار اللي ينشأ جديد ياخد اسم IFRS. معلش بس نشوف الناس اللي واقفة. ياخد اسم IFRS جديد، IFRS جديد. تمام. طيب هنا مثلا زي IFRS 1 اشهر واحد مثلا IFRS 16 9 15 الريفينيو، وده الفاينانشال انسترومنت، وده الليز. دي كلها المعايير الجديده او المعايير اللي حصل عليها ابديت فبتاخد رقم جديد في السيريال الجديد. تمام. طيب المعايير دي IAS دي بدات تتلغي ويدخل مكانها معايير جديده زي ما قلنا IFRS. فكل ما يتلغي معيار من IAS يطلع مكان واحد جديد فين؟ في IFRS. تمام. عندنا هيئات تانية اسمها هيئات الإفريك. دي مثلا حاجة اسمها بتعمل تفسيرات interpretations. يعني إيه؟ يعني لما يطلع معيار جديد المعيار بيطلع زي ما تقول كده بالبيز بتاعه هو الأساسي، يديلك معالجة الرئيسية فيه. بتيجي بعد كده يتم تداول المعيار ده في شركات، يبدأ المكاتب يقول والله احنا في معالجة معينة مش لاقيين لها حل في المعيار، يقوم ينزل تفسيرات جديدة. فهنا نشأت هيئة اسمها الإفريك. دي هيئة الايه؟ التفسيرات. تمام. ثانية بس نشوف طيب الهيئة دي قلنا هي اللي بتطلع التفسيرات. طيب ايه انواع المعايير اللي عندي؟ انا عندي المعايير اللي لها قواعد. الرولز دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اول حاجة البرزنتيشن. العرض. في معايير عندي الهدف من المعيار بيحدد لك طريقة العرض. زي مثلا معيار رقم واحد يقول لك والله انا العرض عرض البيانات المالية ازاي؟ عرض القوائم المالية. رقم اتنين الديسكلوجر. طريقة الإفصاح. تكتب الإفصاح ازاي؟ ايه المطلوب منك في الإفصاح؟ توضح ايه؟ ما توضحش ايه؟ الداتا اللي انت محتاج تعرضها في الإفصاح. تمام. رقم ثلاثة الريكوجنيشن اند دي ريكوجنيشن. يعني ايه؟ يعني من ضمن القواعد اللي عندك بيوضح لك قواعد الاعتراف وعدم الاعتراف. يعني ايه؟ يعني امتى اسجل البند ده في القوائم الماليه؟ اسجله كاصل امتى؟ واسجله كلايبيلتي امتى؟ كريفينيو امتى؟ ككوست امتى؟ كاكسبنس امتى؟ تمام. وامتى اشيله من الدفاتر عندي؟ خلاص بقى معلش، يعني لو اصل ماليش كنترول عليه، لو لايبيلتي فانا خلاص سددته. تمام. القواعد برضو اللي المعايير بتوفرها لي هي الميجرمنت. يعني ايه الميجرمنت؟ القياس. لنا الاعتراف والاستبعاد. الميجرمنت القياس. يعني ايه القياس؟ القياس انا عندي القياس فيه حاجتين، في initial measurement وفي subsequent measurement. انا اشتريت دلوقتي اصل ثابت، ايه القياس بتاعي؟ اسجله باي قيمه؟ بالتكلفه. التكلفه عباره عن ايه؟ تكلفه الشراء. طب تكلفه لو انا جايبه من مكان بعيد تكلفه نقله.
طب لو انا بعمل انستوليشن، تكلفه الانستوليشن. طب لو انا بعمل تريننج، اعمل كابيتاليزيشن للتريننج. طب لو انا الشركه بعتالي مهندس علشان خاطر يعرفني الموضوع بيمشي ازاي. طيب عشان اعمل انستوليشن لازم يجي مهندس من الشركه لغايه هنا علشان خاطر يشغل لي الاصل. فدي الاعتراف، انا بسجل ايه. تمام. وقلنا الميجرمنت هي فيها سبسيكوينت وانيشال. تمام. طيب نيجي نشوف تاني، نشوف بقى تصنيفات المعايير. المعايير عباره عن ايه؟ قلنا IAS وIFRS. انا عندي 3 انواع من المعايير. المعيار حاجه من 3. يعني ايه حاجه من 3؟ يعني المعيار ده بيتعمل لغرض واحد من 3. يعني يا اما كذا يا اما كذا يا اما كذا. فاول حاجه برزنتيشن. يعني ايه؟ يعني المعيار برزنتيشن ده بيتكلم على برزنتيشن بس، توريني الشكل، اعرض ازاي بس. زي IAS 1. IAS 1 اللي هو معيار العرض، المعيار الاولاني، بيقول لك ازاي تعرض بنود القوائم الماليه، current non current، اللي هي current assets non current assets. تعرض ازاي اللايبيليتي اذا كانت non current liability او non current liability. هو بيتكلم في عرض بس، presentation only. تمام. ده بيتكلم على ترانزاكشن ولا بيتكلم على اي حاجه تانية. فهو هنا بيتكلم على معيار عرض فقط. طيب ده معيار رقم 1. واي اس 7، بس ده مش يعني ده اوت اوف سكوب. اي اس 7 ده بيتكلم في ايه؟ اللي هو الكاش فلو ستيتمنت. تيجي في الكاش فلو ستيتمنت معيار رقم 7 بيقول لك ازاي تعرض الكاش فلو. يعني ايه ازاي اعرضها؟ يعني يقول لك ايه البنود اللي تدخل في الاوبريتنج اكتيفيتيز، الانفستمنت اكتيفيتيز، والفاينانسنج اكتيفيتيز. تمام. طيب هو بيعمل اي حاجه تانية؟ لا، هو بيقول لك تعرضها ازاي بس، ما تدخلش في حاجه تانية. لا بيقول لك تسجل ايه ولا ما تسجلش ايه، هو بيقول لك بس تعرض بالشكل الفلاني. تمام. المعيار بقى يبدا يقول لك بقى تاخد ايه معاك، تاخد مثلا انكم وتعمل عليه شويه ريكونسيليشنز وتعرض ايه وما تعرضش ايه بس. انما لا بيقول لك مثلا تعالج معالجه كذا، ولا تتكلم على ايضاح كذا. لا، هو بس بيقول لك تعرض ازاي. تمام. وقلنا اي اس 1 اللي هو معيار البرزنتيشن، بقى بيقول لك ازاي تعرض بقى البي اند ال، تعرض الفاينانشال بوزيشن اللي هي البالانس شيت، تعرضها ازاي من ناحيه الكرنت والنون كرنت اسيتس والحاجات دي كلها. تمام. طيب في نوع تاني من المعايير، معيار بيتكلم على ديسكلوجر. يعني ايه؟ يعني معيار بيقول لك ازاي تعمل افصاح، ايه المطلوب منك في الافصاح. يعني ايه؟ الترانزاكشن كترانزاكشن تتعامل معامله عاديه وتتسجل عادي. تمام. بس اعرضها ازاي؟ زي ايه مثلا؟ زي معيار اي اس 24 اللي هو ريليتد بارتي. يعني ايه ريليتد بارتي؟ يعني اطراف ذات الصله. اطراف ذات الصله كترانزاكشن بتتسجل عادي خالص. انا بعت لطرف، سجلها، سجل المعامله. بعت له يبقى ديبت الريليتد بارتي، كريدت الايراد. اشتريت منه يبقى ديبت الانفنتوري مثلا، كريدت الريليتد بارتي. بس هو الفكره ان كريليتد بارتي ليها كريتيريا معينه، امتى اقول على الطرف ده اذا كان ريليتد بارتي او لا. ده مبدئيا. زي ايه مثلا؟ انا لو صاحب شركه وجه اخويا صاحب شركه تانيه، جيت انا اشتريت من اخويا او اخويا اشترى مني. تمام. باجي اعمل عندي افصاح ان الشركه دي ليها معامله مختلفه. ليه؟ علشان خاطر الشركه دي بالنسبه لي ريليتد بارتي. تمام. لان الشركه دي صاحبها، الشركه التانيه اللي انا بشتري منها صاحبها هو يعني ايه، فاميلي، كلوز فاميلي ممبر مثلا البورد اوف دايركتور للشركه بتاعتي. تمام. فبالتالي انا بس بنظم لك عمليه الافصاح. هقول لك تكتب ايه. زي ايه مثلا؟ هقول لك تكتب الشركه دي اسمها ايه مثلا، او مش لازم الاسم حتى. الشركه دي درجه القرابه ايه السبب اللي خلاها انها ريليتد بارتي، ايه طبيعه المعاملات. طيب انت بينك وبينه عقد، اكتب له شروط العقد. انا ببيع له، باخد منه قرض، ببيع له بهامش ربح قليل، باخد قرض
بديله فايده كذا. تمام. بعرض الاوتستاندنج بالانسز في اخر السنه. يعني ايه؟ والله انا بعت له واشتريت منه بتاع الارصده النهائيه في اخر السنه كانت قيمتها كذا. طيب انا بعت واشتريت منه الارقام اللي موجوده في البي اند ال المرتبطه بالريليتد بارت قد كده، انا اشتريت منه بكذا، بعت له بكذا. بعت له دي ده مش رصيد، مش هجيب لها رصيد، لا انا بعت له خلال السنه، خلال السنه. تمام. بس الاوتستاندنج بالانس يعني ايه؟ يعني الرصيد في نهايه السنه كان كذا. الراجل ده كان عليه 200,000 300,000، ممكن اكون بايع له خلال السنه ب 600,000، بس بحصل منه وبدفع له والعمليه رايحه جايه. تمام. فنيجي على ايضاح اي اس 24. ده ايضاح ديسكلوجر فقط، هو الايضاح نفسه بيقول لك والله تعرض المعامله دي بالشكل الفلاني بس زي ما قلنا. ايه تاني؟ عندك في معيار اسمه IFRS 8 اللي هو السيجمنت ريبورتنج. يعني ايه السيجمنت ريبورتنج؟ انا عندي شركه كبيره، شركه ليستد كومباني، يعني الاي اف ار اس 8 ده ملزم للشركات مدرجه في البورصه. تمام. طيب يعني ايه سيجمنت؟ نيجي على شركه زي المراعي. شركه المراعي شركه فيها كذا قطاع. يعني ايه؟ عندهم قطاع الالبان، قطاع الجبن، قطاع العصاير، قطاع المخبوزات. فانا كمستثمر في الشركه دي، سواء مستثمر او سواء واحد دخل استثمر في الشركه دي، انا محتاج اعرف ايه هي الكور ديبارتمنت في الشركه. عايز اعرف ايه هي الانشطه الرئيسيه، علشان خاطر لو حصل تقلبات في السوق، مثلا تقلبات في اسعار اللبن، في اسعار العصاير، في الفاكهه، في اسعار الدقيق، اعرف الشركه تتاثر لاي درجه. يعني مثلا لو القطاع الرئيسي في الشركه قطاع البان، فمعنى كده انا متاكد ان لو لا قدر الله حصل اي ضربه في قطاع الالبان في سلاسل الامداد في السبلاي تشين، زي ما حصل مثلا فتره كورونا والكلام ده كله، اسعار زادت بتاعت السبلاي تشين نفسها، فبالتالي انا عارف ان الشركه هتتاثر 100%. والتاثير لغايه فين لسه هنشوف. تمام. طيب المعيار هنا بيقول لك ازاي تعرض السيجمنت ريبورتنج ده. تمام. طبعا بناء على كريتيريا معينه ان شاء الله في المعيار نفسه هتشرح بشكل مفصل. تمام. بس اللي انا عايز اقوله ان المعيار ده معيار افصاح فقط. المعامله بتتسجل، يعني كداتا بتتسجل في البي اند ال وفي الفاينانشال بوزيشن، انا بعت واشتريت وسجلت تكاليف وسجلت ارباح، كل ده بره الموضوع. انا بس بقول لك ازاي تعرض لي السيجمنت ريبورت. قطاعات الشركه تتقسم ازاي، تعرض ايه وما تعرضش ايه، وايه الكريتيريا اللي انت بتحدد عليها. تمام. طيب انت بتعرض لمين؟ في شخص في الشركه ما، شخص ما كده هو اللي انت بتعرض عليه الداتا دي، بتعرض بنفس طريقه العرض اللي انت بتقدمها له. تمام. فدي معيار خاص بالديسكلوجر بس، بتعمل عنه ايضاح بس. ايه تاني؟ عندي الانواع المعايير الثالثه، ده الخاص بسبيسيفيك فاينانشال ستيتمنت اكاونت. يعني ايه؟ يعني ده خاص بالترانزاكشن كامله لبند من بنود الميزانيه. يعني انا اشتريت قصر، فمن اول ما اشتريته بشوف انا اشتريته بكام، الميجرمنت بتاعه ايه، الكوست ايه، اشوف المعالجه بتاعته ايه، الكلاسيفيكيشن بتاعه ايه، كارنت اسيتس نون كارنت اسيتس. اشوف لو هعمل له ديبريشيشن ايه الاسامبشنز بتاعتي، ايه هي اليوسفول لايف بتاعته. ابدا اشوف كل ما يخصه. تمام. معيار بينظم المعالجه بالكامل، سواء كانت انفنتوري، سواء كانت PPE، سواء كانت انفستمنت بروبرتي. تمام. بياخده من الاول للاخر، من اول الترانزاكشن ما يتعلق بيه او عرضه او الكلاسيفيكيشن بتاعه في الفاينانشال بوزيشن، ما يتعلق بيه في البي اند ال، والافصاح بتاعه برضه ورا. تمام. فهنا هو بيتكلم على معيار بالكامل زي IAS 16، PPE، زي IAS 2 عن المخزون بالكامل، بيتكلم على المخزون بالكامل. IAS 37، IAS 37 ده بيتكلم على البروفيجنز. امتى اعرف ان البروفيجنز اسجله ولا ما اسجلوش، في probability ولا لا. طب النسب دي ترقى لاي ليفل، اذا كانت عامل عنده ديسكلوجر بس سيبني منه خالص. طب ديسكلوجر بس، طيب ابدا اخد له رقم استيميتد. لو انا عندي البيست استيميت موجود، مثلا انا عندي قضيه، مثلا عليا قضيه، ورطت
بضاعة مثلا لعميل عندي، العميل عندي لما اشتغل على البضاعة دي باظت، طلع العيب من البضاعة اللي أنا وردتها له، رفع عليا قضية. أنا عايز أعرف أسجل عندي بروفيجن كام، القضية هتوصل لإيه، هدفع كام. فبشوف هنا البروبابيلتيز ليها، إذا كانت ريموتلي ولا إذا كانت بوسيبل ولا probability ولا خلاص فيرتشوالي سيرتن، يعني خلاص أنا متأكد هدفع كذا. تمام. فهنا بياخد المعامله بالكامل، المعالجه بالكامل، بيعالجها لك من A to Z، من اول الرقم اللي هيتحمل في البي اند ال، الرقم اللي هيتحمل في الفاينانشال بوزيشن كلايبيلتي عليك، للافصاحات بتاعته المتعلقه بيه. تمام. او ان هو يكون بيتكلم على specific transaction. يعني ايه specific transaction وايه الفرق بينها وبين اللي فوق؟ specific transaction يعني حاجه زي هناخد معانا ان شاء الله احنا ماشيين IAS 19 اللي هو الامبلوي بنفيت. employee benefit. فبيقول لك ازاي تحسبها. تمام. مفيش بند بيظهر على الميزانيه كالتزامات بشكل منفصل، لا هو ممكن يدخل من ضمن الالتزامات. تمام. بس هو بيتكلم عن الترانزاكشن، تحددها ازاي. تمام. برضو هناخد معيار اسمه IFRS 2، معيار من المعايير التقيله يعني في الدبلومه. IFRS 2 اللي هو اسمه شير بيست بيمنت، المدفوعات على اساس اسهم. يعني ايه؟ معيار بيتكلم، انا عندي موظفين، انا عندي سبلاير بيورد لي بضاعه او خدمه، والموظف يورد لي خدمه. طيب انا جبت الموظف ده او المورد ده، بدل ما ادفع له فلوس قلت له لا، انا هدي لك اسهم او وعد بشراء اسهم، او هدي لك ورقه تتيح لك الاثنين، عايز اسهم ماشي، عايز كاش مقابل اسهم ماشي. او اقول له انا هدي لك مثلا ما يعادل قيمه 500,000 سهم في التاريخ ده. تمام. فهو هنا هو بينظم لك العمليه ويعرضها لك ويتكلم عليها. تمام. فهنا بنتكلم على دي اشكال المعايير اللي عندي. زي ما قلنا برزنتيشن يتكلم عن طريقه عرض بس، ملوش اكتر من كده. تمام. زي المعيار بتاع البرزنتيشن، اول معيار في المعايير، يقول لك تعرض ازاي البالانس شيت، البي اند ال. ما قالكش تعرض انهي فيهم الاول، يعني عايز تعرض في الاول بي اند ال بالانس شيت براحتك. تمام. معيار خاص بالديسكلوجرز بس، ازاي تعرض ايضاح. تمام. رقم 3 معيار خاص بالسبيسيفيك فاينانشال ستيتمنت اكاونت. يعني ايه؟ معيار بيعالج ترانزاكشن كامل او بند من بنود الميزانيه كامل من A to Z، من اول الميجرمنت بتاعه والريكوجنيشن بتاعه لغايه اهلاكاته بقى، اذا كان اصل ثابت وكده، او فاينانشال ترانزاكشن زي IAS 19 وIFRS 2. تمام. طيب طبعا حته IFRS هو دلوقتي بيطبقها تقريبا ما يقرب من ممكن 120 دوله على مستوى العالم، اكتر من 120 دوله. المعايير الدوليه ما بتطبقش في كله، يعني امريكا بتطبق حاجه اسمها اليو اس جاب. في دول ليها المعايير الخاصه بتاعتها، زي مثلا مصر ليها المعايير المصريه خاصه بيها. بس يعني الى حد ما بقى في شبه توافق ما بين المعايير بشكل عام كلها، سواء كان اليو اس جاب او الاي ار اس بتاعت الاي ار اس المعايير الدوليه، او المعايير المصريه اللي هي الايجيبشن ستاندرد. تمام. طيب فكده اتكلمنا على المعايير، شكلها ايه، عددها، الكلام ده كله. طيب نيجي نتكلم على طريقة المذاكرة. أنا شايف من وجهة نظري أفضل طريقة للمذاكرة هي إن أنت لازم تقرأ من الكتاب. كونسبت إن أنت تاخد ملخص تذاكر منه ما ينفعش في الشهادات المهنية. ليه؟ علشان الاستفادة. أنت هنا راجل مش في كلية عايز تخطف كلمتين وتجري تحذفهم في الورقة، لأن الشهادات المهنية ما بتجيش بالملخصات وبالحفظ. المعايير بالذات لازم تتفهم، لان فيها متشابهات. تمام. يعني في معالجات تبقى هنا قريبه من هنا، فلازم تفهم. انك تحفظ وتدخل تحدف في الامتحان مش هتعرف الشهادات المهنيه، ولو جت معاك هتبقى مش مظبوطه، والشهاده
قيمة جدا. الشهادات المهنية قيمة جدا، فيها معلومات ممتازة جدا، فلازم تهتم بيها، حاول تستفيد منها قدر المستطاع. زي ما قلنا قبل كده، الموضوع صعب بس مش مستحيل. محتاج مذاكرة، محتاج معافرة شوية. الناس اللي الإنجليش بتاعها ضعيف هتبذل مجهود أزيد شوية. الناس اللي محاسبتها ضعيفة شوية، معلش ابذل مجهود شوية، هتلاقي نتيجة ممتازة. تمام. طبعا شغل التوقعات وفي الامتحان هنتوقع كذا وده يجي ده ما يجيش، برضو مش فكرة مش جيدة إطلاقا. يعني ما تنفعش برضو مع القائم، ما تنفعش مع الشهادات البروفيشنال نهائي، وانت مش داخل عشان كده. الشهادات المهنية هي سلاح ذو حدين. يعني ايه؟ يعني هترفعك قوي، يا تخلي منظرك مش لطيف. ليه؟ انت لما تكتب في السي في بتاعك ان انت واخد مثلا ايفرز دبلوم، لو جه مدير مالي اتكلم معاك في معالجه معينه، ما ينفعش تبان انك مش عارف. ده بعيدا عن حته ان مفيش حد يعرف كل حاجه والكلام ده كله. انا في الشركه عندي في ترانزاكشنز بنقف فيها، بنرجع للمكتب بتاعنا احنا، اللي بيدق علينا اي واي نفسه ما بيعرفش. بس لما يجي مثلا مدير مالي مش هيسالك في حاجات الاستثناءات. يعني لما يتكلم معاك حتى مثلا في معالجه استثمار، في معالجه اصل ثابت، اكيد مش هيكلمك عن طرق الاهلاك ونهلك على كام سنه والكلام ده كله. انت راجل سيرتيفايد ومعاك اي فريز دبلوم ومعاك معايير. تمام. فلما تقعد في انترفيو تبقى قد اللي انت كاتبه. بمعنى ايه؟ ان مثلا تسال على كونسوليديشن، المفروض تعرف ترد، لان انت واخد كونسوليديشن في الدبلومه. لما تسال على معالجه استثمارات لازم تعرف ترد. ما ينفعش تبان ان انت متهته في حاجات بيزكس. تمام. يعني الاستثمارات مثلا على سبيل المثال، يعني حاجه مش كله اشتغل فيها. تمام. بس هي بتلخبط شويه. ليه؟ لانها مش دارجه في الشغل بالنسبه لناس كتير، بس انت بتمتحن فيها وبتذاكرها، فما ينفعش تكون مذاكر حاجه وممتحن فيها وناجح فيها، اجي اسالك فيها ما تعرفش ترد. فعشان كده لازم تغير العقليه، من عقليه واحد عايز ياخد شهاده الى عقليه واحد عايز يفهم علشان ينجح. ان فهمت باذن الله تنجح، وان قعدت في انت بتعرف تتكلم. ان حفظت ما حدش يضمن لك النجاح، ولو ربنا رزقك ونجحت، لو قعدت في انترفيو يبقى شكلك مش لطيف. تمام. ناهيك ان انت حتى لو عديت من انترفيو هتدخل بعد كده في حته الايه بقى، الاحتكاك بالشغل. هتلاقي حد بيندهلك زي ما حصل معايا في الشغل، تعالى احنا عندنا معيار كذا عايزين نعالجه ازاي. تمام. ما ينفعش انك ما تردش. مش ان انت هتقول اي حاجه وخلاص، لا، بس انت راجل مذاكر، انت راجل سيرتيفايد، فما ينفعش ما تردش. تمام. فدي بالنسبه نرجع للستادينج بقى. معلش، زي ما قلت لك، انت اول حاجه لازم تقرا الكتاب. تمام. تقراه بشكل كويس، ان انت تفهم، تجيب نولج، تحفظ كي ووردز عشان خاطر الامتحان. تمام. دوري انا او اي محاضر هو يفتح لك الماده، يفتحها لك بشكل كويس، انت تبقى فاهم المعيار، بحيث ان انت لما تقرا تبقى فاهم انت بتقرا ايه. تمام. بس دورك انت ان انت تذاكر، تقرا الكتاب. وممتاز جدا ان انت تعمل تلخيص لنفسك بايدك بره، لسببين: اللي هيتكتب بالايد مش هيتنسي، دي اول حاجه. ثانيا، الامتحان سي بي اي. يعني ايه سي بي اي؟ كمبيوترايزد بيزد اكزام. يعني هتحتاج تكتب على وورد. مش هقول لك ان انت سكرتير ومحتاج تبقى تايبر وبتاع وشغل تايبنج وكده، لا. بس انت عشان تسرع ايدك في الامتحان انت محتاج اي دقيقه في الامتحان، فلازم تكون متعود من دلوقتي على الكتاب. مش بقول لك ان هي حياه وموت، لا، بس بدل ما تاخد 5 دقائق في باراجراف، لا، خد فيه دقيقتين، ووفر ال3 دقائق لحاجه تانيه. تمام. فانت لازم تعمل تلخيص لنفسك. وزي ما بقول لك، انت مثلا المعيار اللي هتذاكره النهارده او في الاول، علشان تقعد تراجعه تاني او تحل عليه تاني ممكن تقعد شهر او 2. لو خدته من على الوش، لو جيت كمان شهر او 2 هتذاكره من الاول. لو لخصت بايدك مش هترجع من الاول عمرك تاني. عمر التلخيص بالايد ما يرجعك نقطه الصفر. على الاقل هتبقى ناسي شويه، بس مجرد ما تحط ايدك في الموضوع هتلاقي ايدك بتجري في الموضوع. تمام. فدي انا شايف دي طريقه المذاكره الممتازه. ذاكر، اقرا من الكتاب، لخص لنفسك. هتيجي لأسئلة الامتحان هتلاقي في جاب كبير بينها وما بين ال ال المعيار. انت ممكن تكون عارف المعيار بيتكلم في ايه، معالجاته، الكلاسيفيكيشنز بتاعته، الميجرمنت بتاعه، كل حاجة. بس الفكرة هينقصك برضو بيتسأل عليه ازاي في الامتحان. فلازم تحل كتير، كتير جدا.
لدرجه ان انت يبقى عندك افكار كتيره جدا تعرف تتحرك بينها، يبقى عندك فلكسبيليتي في الافكار، فتعرف تتحرك من دي لدي لدي، تعرف تمانج الموضوع. تمام. لو ذاكرت من غير حل ملوش لازمه، هتبقى انت كونت نولج عندك بس، انما مش هتبقى مفيده جدا في الامتحان بالنسبه لك، لان انت في فاصله، انت هنا بتاخد المعيار كله، طريقه سؤاله مختلفه، طريقه اجابته مختلفه، هو عايز منك ايه، فانت لازم تحل. حتى لو هتقرا السؤال واقرا الاجابه، خلينا نعتبر ان اول مره كسؤال وكاجابه انا ما بقيمش نفسي، انا بقرا السؤال اشوف انت بتسال على المعيار ازاي، انت عايز مني ايه، خلاص مذاكره ذاكرت، تلخيص لخصت، المعيار كله انا عامل له ميمورايزنج في دماغي زي الفل، بس انت بتسال ازاي، دي نقطه. لما بتجاوب انت عايز اجابه ايه، عايز تلخيص المعيار؟ طبعا ده لا. طبعا في الاسئله انت اول حاجه بتبدا بيها هي الريكويرمنتس. ليه؟ لان انت ممكن مثلا تقوم تتطوع من عندك وتقوم راصص له المعيار، طبعا مش تاخد ولا درجه. ليه؟ لان ده بيقيس مدى ان انت مش فاهم، انت مش فاهم وعايز ايه، فانت كده بالنسبه لك انت حافظ معيار دخلت رصيته، مش هتنجح. تمام. هيبقى عندك خسارتين، اول خساره انك مش هتاخد درجه، ثانيا هتضيع وقت. بس فاول حاجه تعملها تروح للريكويرمنت نفسها، اقرا الريكويرمنتس اللي عندك، هو طالب منك ايه في السؤال، طالب واحد اتنين تلاته، في حدود وفي السكوب بتاع الواحد اتنين تلاته اشتغل، اربعه لا، مش هتاخد درجه وفي نفس الوقت هتضيع وقت، في حين ان انت 3 ساعات وربع هم كافيين للامتحان. لو انت ما شاء الله متعود على الحل بشكل كبير، انا شايف انت ممكن تحل تخلص في اقل من كده بكتير. تمام. طيب، فتقرا الكتاب، تلخص لنفسك على وورد بره، وورد بره عشان ما تنساش، وانت بتقرا هتلاقيك بتعمل يعني ايه، ريفرسنج كده للمعلومه، بتراجع تعمل ريفيجن لنفسك وتشوف انت بتكتب ايه، وقفت في حاجه عطلت فيها ارجع للكتاب تاني، اوعدك يعني مش هتنساه. تمام. بعد كده ابدا حل، حل كتير. الحل في حل الاسئله الامتحان، وفي كتاب اسمه كتاب الكت. تمام. كتاب الكت انت لو حليته تبقى برنس، هو لازم يتحل، بس هو درجه صعوبته اصعب من المطلوب منك في الامتحان. يعني انت لما تيجي تقارن ما بين الامتحان، اسئله الامتحان نفسها واسئله الكت، لا اسئله الامتحان اخف. تمام. وده بنسبه كبيره ده اللي المفروض، ده يعني ده الليفل اللي هيجي لك، ده ليفل الاسئله اللي هيجي لك، الكت اعلى. تمام. بس الفكره الشهادات المهنيه نسبه كبيره منها واقفه على الاسئله، افهم هو بيسال ازاي، واعرف هو عايز ايه. تمام. ما تفصلش بين المذاكره في اتجاه والاسئله في اتجاه. اسئله الامتحانات ما تقيمش نفسك ان انت بتحل او لا، خد الموضوع بفلسفه مختلفه، افهم السؤال هو عايز ايه، بيسال ازاي، اجابته عايزها ازاي. تمام. عشان ما ترصش اي حاجه على الفاضي وخلاص. تمام. طيب، دي بالنسبه لطريقه المذاكره. زي ما قلنا ما تحفظش معايير، المعايير ما بتتحفظش، المعايير بتتفهم. انا شفت قدام عيني ناس امتحنت 3 مرات، تيجي تقول له المعيار يقول لك طيب، طب تعالى طبق معالجه، لا ما يعرفش. ليه؟ هو حافظ المعيار، المعيار حاجه وتطبيقه حاجه تانية. تمام. فلازم تاخد بالك من النقطه دي. طيب، انا طريقه شرحي ان شاء الله يعني هتبقى بالنظام ده، على الوايت بورد نكتب افكار مع بعض، نبسط الموضوع، نشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين. بعد كده انت الكتاب بقى، هنعتمد على الكتاب ان شاء الله. بعمل بوست في الماتيريال المتاحه اللي هي كتاب البي بي بي. تمام. ده الكتاب كل شهاده بيكون ليها بروفايدر. تمام. بروفايدر يعني ايه؟ يعني كتاب معتمد فيها، يعني تلاقي في ستيم مثلا في جلايم، في هوب، في وايلي، في بيكر. نفس الكلام في السي بي اي برضه، في وايلي، في بيكر، في اسئله تانية. في الاي اف ار اس البي بي بي. تمام. فده الكتاب الرئيسي في الدبلومه. طيب، نيجي بقى نشوف زي ما قلنا الامتحانات بيبقى عبارة عن 3 ساعات وربع الامتحان، كل سؤال عليه تقريبا 49. نرجع بس لنقطة الامتحان، كل امتحان من دول عليه 25 درجة، لما تيجي تقسمها كوقت يطلع إن وقت كل سؤال تقريبا 49 دقيقة. لو أنت واخد على الحل الكتير
ان شاء الله مش هاخد منك حاجه. تمام. في ناس بتبدا بالكونسوليديشن، ودي الناس اللي يعني ايه، بيقول لك هو سؤال كله كالكوليشنز بس ما فيهوش نقطه نظري. الكالكوليشنز 1 زائد 1 بيساوي 2، انت مذاكرها كويس، ادخل رص ارقام، اعرف ده بيتلنك مع ايه وده بيتلنك مع ايه، خلاص لنكتها خلاص، باذن الله تبقى ضامن الدرجه بتاعتها. هي ميزتها انها كالكوليشن بس. وفي ناس تبدا بالرابع، الرابع ثيوريتيكال بس. يعني ايه؟ يجيب لك مثلا في معيار على مثلا اي اس زي ما قلنا 24 بتاع ريليتد بارتي، يقول لك والله يشرح لك قصه بسيطه، يقول لك انا مثلا انا كي مانجمنت بيرسونيل او عضو مجلس اداره في شركه، واخويا بيورد بضاعه ليا، فايه رايك؟ تقول له لا مثلا دي ريليتد بارتي عشان خاطر كذا وكذا وكذا وكذا. تمام. من واقع حلك هتعرف ان في ديباجه معينه ثابته في اي سؤال. تمام. او بالذات في الاسئله النظري في ديباجه معينه ثابته. تمام. ان مثلا في اي اس 24 ده بتاع ريليتد بارتي يقول لك ان مثلا المعيار ده او الريليتد بارتي هي ماتيريال، المعامله نفسها ماتيريال بالاس نيتشر، انت لازم تعمل لها ديسكلوجر لوحدها، ولازم تفصلها يعني ايه، تعمل لها ايضاح منفصل، وتعرض فيها كذا وكذا وكذا وكذا. تمام. فانت لازم كل سؤال ايه تظبطها كده، ان كل واحد هيت 49 درجه، ياخد منك 49 دقيقه، عفوا هو 25 درجه هو 49 دقيقه. لو 49 دقيقه خلصت، انقل على اللي بعده. ليه؟ لان انت لو دخلت في اللي بعده كتبت ربع ساعه، ممكن تاخد معدل درجات اعلى من السؤال اللي انت واقف فيه. يعني مثلا خلينا نقول مثلا على سبيل المثال ان انت وقفت في الكونسوليديشن، خلصت منها ما يقرب من 15 20 درجه. تمام. طيب لو قعدت فيها ربع ساعه زياده، الربع ساعه عشان 5 درجات، في حين ان الربع ساعه دي انت لو استخدمتها في سؤال تاني، بدل ما تجيب لك في الكونسوليديشن 5 هتجيب لك في سؤال تاني 15. تمام. فما تفضلش كابس في سؤال انا هجيبه وانا هجيبه. تمام. ودي مشكله الكونسوليديشن في كده، ان هي عامله زي ايه، زي بحر الرمال كده، اللي هو ايه، انت بتخش فيها لو رقم دخل منك دخله غلط، فانت هتفضل مسحول فيها، صعبان عليك مجهودك ووقتك اللي ضيعته فيها. ويا جماعه انا عارف وبتاع، طب اكمل، تلاقيك دخلت في وقت في وقت في وقت في وقت، اللي هي ايه، بدات تسحب منك وقت. في نفس الوقت هي كلها 25 دقيقه، مش هتاخد فيها اكتر من كده. لو ربنا كرمك وقفلتها مظبوط تاخد 25. تمام. فعشان كده المطلوب منك هنا ان انت تعمل تايم مانجمنت. تمام. والشهادات البروفيشنال برضه تعتمد على التايم مانجمنت. ادخل اعمل اداره لوقتك، انجز، شوف ايه اللي بيخلص بسرعه ويجيب لك درجات اعلى، انجز فيه. يعني انا في امتحاني انا بدات بالرابع. تمام. الرابع خلصته بسرعه، المجمعه خدت مني وقت للغلطه اللي بقول لك عليها. يا جماعه لا انا عارفها وبتاع، خدت مني حوالي ساعه ساعه وشويه. تمام. السؤال التاني والتالت هي بيبقى ميكس. ميكس ازاي؟ بيبقى فيه جزء كالكوليشن، جزء حلو كالكوليشن، جزء حلو، بس بتدي بريف كده عن المعيار بشكل سريع، بس مش بريف اللي هو تلخص له المعيار، لا. حسب هو طلب منك في السؤال ايه. طلب منك اعمل لي اكسبلانيشن، ماشي. ديسكاس، ماشي. ما طلبش منك ديسكاس ولا اكسبلانيشن، اديله بريف عن المعيار سريع، بشكل سريع كده، اعرفه ان انت فاهم اسبير معيار كذا 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 المختص بالمعالجه دي، المعيار ده مثلا بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ندخل في اللي انت عايزه ككالكوليشن. تمام. طيب الامتحان زي ما قلنا سي بي اي اكزام بيوفر لك حتتين، في حتتين تشتغل عليه، في حاجه اسمها سبريد شيت وحاجه اسمها وايت بورد. الوايت بورد دي بتبقى عليها الناريشن بتاعك، السرد بتاعك انت بتكتبه بايدك، اللي هو الايه، اسبر معيار كذا كذا كذا، وفي النظر بتكتب مثلا اسبر معيار اي اس 24 مثلا اللي هو ريليتد بارت ديسكلوجر في كذا 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 كذا. وفي ورقه اكسل سبريد شيت، مش اكسل بمعنى اكسل، ما فيهوش طبعا الفيتشرز الموجوده النهائي، بس ايه تعرف تقول الخانه كذا كذا طلع لك كذا، فيها 4 معادلات بدائيه، الزائد والناقص والجمع والضرب، مفيش اكتر من كده، بس بيوفر عليك وقت. قبل كده كان الامتحان بيبقى على ورقه وقلم، انت بتقعد تكتب 3 ساعات وربع على ورقه وقلم، فكانت مرهقه جدا. تمام. فان هو بقى سي بي اي بقى احسن والطف والموضوع اخف. نيجي للنقطه اللي بتشغل بال ناس كتير، هل لو انا خدت دبلومه هقبض كام؟ هشتغل في انترناشونال كومبانيز؟ هشتغل في الكلام ده كله؟ مفيش حد يضمن حاجه، بعيدا عن ان بعيدا واولا ان الرزق بتاع ربنا، بس الفكره مفيش حد بياخد شهاده ويقول لك انا رحت في المكان الفلاني كشهاده لوحدها. الشهاده تول من ضمن مجموعه تولز. يعني انت كراجل شغال مثلا اكاونتنج ومحتاج تبقى في بوزيشن حلو ومكان محترم، اولا في تولز ثانيه لازم تعليها. الاكسل
وده حاجه بقت رئيسيه النهارده. تمام. يعني في شركات انا اعرفها تقبل المحاسب الشاطر في الاكسل، مش لازم شاطر حسابات، يقول لك الحسابات انا هعلمه بس شاطر اكسل. معظم الشركات دلوقتي تقول لك لازم يكون عندك انجليش كويس. مش هقول لك، في ناس طبعا بتطلب فلوينت انجلش، وفي ناس تطلب يقول لك مثلا يكون مستواه فيري جود. تمام. بس ادي تول وادي تول. اكسل يكون قوي جدا، بالذات ان كل حاجه دلوقتي ماشيه ايه، كله باور بي اي وكله اناليتيكال وكله محتاج يكون اكسل قوي جدا. الاكسل ينجز عليك في الشغل اللي تقعد سنه تعمله. تمام. طيب، فالشهاده هي تول من ضمن التولز اللي انت المفروض تستخدمها، او المفروض يكونوا معاك علشان خاطر ربنا يكرمك تعرف تروح شركه احسن. تمام. الناس اللي بتسأل طب انت لما خدت الشهاده اترقيت في شغلك، خدت راتب اعلى، رحت شركه جامده جدا، برضو نرجع ونقول الموضوع ليه كذا عامل. تمام. اذا كان اتيتيودك، اذا كان خبرتك، اذا كان شهادتك دي بتعرف تستخدمها ولا لا. يعني أنا معايا معايير بس ما اعرفش اطبق، مش هتضيف لك قوي. جامد جدا حسابات بس ما اعرفش اكسل، مش هتبقى احسن. الحاجه الرئيسيه بقى، شوف انت بتدور في انهي كاتيجوري. يعني ايه؟ يعني ما يكونش معاك شهادات قويه وتروح تدور في فئه تحت وتقول والله ده انا مش لاقي. لان ده شفتها بعيني، انا شفت واحد معاه سي بي اي، سي ام اي، سي اي اي، وشهاده اسمها سي ار ام، حاجه بتاعت الريسك، وشغال محاسب. طب ليه؟ هو ما بيدورش صح، هو ما بيعملش ماركتنج لنفسه صح. تمام. يعني واللي فوقه اللي كان رئيس حسابات فوقه ما كانش معاه مش عارف ماستر في حاجه في الحسابات، اللي هو برضه ستيل ما يجيش حاجه جنب الراجل ده. بس هو ما بيقيمش نفسه صح، ما بيعملش ماركتنج لنفسه صح، بيدور في فئه شركات غلط. ما تجيش تدور في فئه تحت وتقول ان الشهاده ملهاش لازمه. لا، الشهاده قويه. تمام. بس ليها عامل تاني لازم تاخد في الاعتبار. قويت الدايره كلها كامله والتولز بتاعتك كلها استخدمتها، ان شاء الله ربنا يكرمك. الضمان مفيش حد يضمن لك حاجه. اللي يقول لك تعالى خد معايا الاي اف ار اس الصبح شركات انترناشونال هتكلمك، مفيش الكلام ده. تمام. عشان بس نبقى منطقيين. طيب زي ما قلنا، المذاكره انا شايف المذاكره تبقى من الكتاب نفسه، لان الكتاب نفسه اوريدي هو اصلا يعتبر ملخص. تمام. يعني انت لو شفت الكتاب المعايير الكبير، وبيبقى مثلا معيار فيه حوالي حاجه 60 صفحه، بيجي لك هنا يصور لك على 4 5 صفحات. فالكتاب نفسه ريفيود، يعني الكتاب نفسه في الايه، في الخفيف كده، مش كبير يعني. تمام. وزي ما قلنا تقوي عندك الانجليش، تقويه النولج، تقويها بسم الله الرحمن الرحيم. تكون فوكابلري من المعيار عشان لما تيجي تدخل في الامتحان تعرف تكتب الكيوردز. الكيوردز لوحدها ليها حساب. تمام. يعني انت ممكن تاخد على كلمه نص درجه، ما تاخدش على سطر حاجه. على كلمه تاخد نص درجه. لو كيورد يعني مثلا، لما نيجي نتكلم مثلا ان شاء الله في الاي اس 16 اللي هو في الاهلاك، تقول مثلا انت بتقول ايه، كلاس باي كلاس. كلاس باي كلاس دي كيورد في المعيار. تمام. ففي كلام رئيسي هتلاقي في الكتاب معمول عليه بولد لوحده. فدي اما تلاقي كلمه عليها بولد اعرف ان دي كيورد لازم تحفظها. تمام. كمصطلح مش كمعيار، انا بتكلم كمصطلح، المصطلحات احفظها، المعيار لازم يتفهم. تمام. طيب الناس اللي بتيجي ساعات بتقارن ما بين الاي اف ار اس مثلا، طبعا هي مقارنه غير عادله بالمره. اللي بيعمل كومبيرنج ما بين سي ام اي وما بين اي اف ار اس، اي بي اي، عندنا في سي اي اي، سي اي اي، اس سي اي. اس اي دي هي المعهد نفسه المانح، بس في شهاده اسمها اس سي اي. تمام. لما تيجي تقارن بين الشهادات دي، هي كلها دخل معاهم مثلا السي اف اي. الشهادات دي كل واحد فيهم بيخدم قطاع معين. ففي ناس تقول لك الاي اف ار اس اجمد من السي ام اي، كانك بتقول الدكتور اجمد ولا المحاسب، الدكتور اجمد ولا المهندس ولا الضابط. كل واحده فيهم بتخدم حاجه معينه. زي ما قلنا الاي اف ار اس هي فاينانشال اكاونتنج بس، فاينانشال اكاونتنج بس تدخل معاك في ايه بقى؟ تساعدك لو انت محاسب مالي، لو انت اكسترنال اوديتور، لو انت فاينانشال اناليست. تمام. ولو انت برضو شغال في السي اي اي. السي اي اي اللي هي خاصه بالانترنال اوديت، انت برضو لما تيجي تعمل اوديت بتعمل على
الفاينانشال ديبارتمنت او الاكونتنج ديبارتمنت، الفاينانس ديبارتمنت والاكونتنج ديبارتمنت. تمام، لما تيجي تعمل عليهم انترنال اوديت انت برضه محتاج تبقى عندك نولج بالمعايير عشان تعرف انت تعمل اوديت على ايه. تمام. انت انا واخد منظور مختلف فيها، مثلا الاجراءات والسياسات والكلام ده كله، تشوف الاجراءات بتطبق صح، البوليسز متطبقه صح ولا لا، مين اللي عامل القيد. بس هو مثلا يبص لك في مرفقات القيد، المرفقات كامله مش كامله، جيت بعت للمورد لازم يكون المورد ده فيه 3 عروض اسعار عشان اختار المورد ده. لازم يكون مثلا لو في معالجه ضريبيه لازم يكون معاه شهاده السجل الضريبي والتسجيل الضريبي والكلام ده كله. تمام. السي ام اي هي مينلي مختصه بالكوستنج والبادجت والاناليسيس والفارينس اناليسيس والانترنال اوديت انترنال كنترول. مدخلين معاه من فتره الاي تي والفاريانس اناليسيس. تمام. السي بي اي مختصه بالاوديت الى حد ما. تمام. فواخده معاها جزء الفار كجزء او كماده في السي بي اي معادله للاي اف ار اس. فما تجيش تقارن لي ماده بشهاده فيها 4 مواد، يعني ما تجيش تقارن الاي اف ار اس اجمد ولا السي بي اي. السي بي اي فيها الفار، فيها اوديت، في حاجه اسمها ريجوليشنز اللي هي الضرائب الامريكيه، وفي حاجه اسمها البيك اللي هي خاصه بالانفستمنت والحاجات دي كلها، استثمارات وشامل الكوستنج وشامل البادجت والحاجات دي كلها. السي اي سكه ثانيه خالص، ده انترنال اوديت ملوش علاقه اصلا بالاي اف ار اس. هو يبقى ممتاز جدا لو كان انترنال اوديت معاه الاي اف ار اس، يبقى عارف المعايير والحاجات دي كلها ممتازه. تمام. بس انا اللي قصدي عليه ان كل واحده فيهم بتخدم قطاع مختلف عن التاني، فما تجيش تقارنهم ببعض. تمام. يعني السي ام اي فيها جزء في الفار في الاول، او اول جزء فيها خاص بالفار. الفار ده هو قشور المعايير، يعني حتى مش بحط المعايير كلها. تمام. واخد لك معالجه اللي هي المعالجه الرئيسيه في المعيار، ما فيهاش روح وتعالى. تمام. فالمقارنه ما بين الشهادات مقارنه مضلله جدا ملهاش اي اساس. تمام. فكده قلنا أهمية الشهادة لمين اللي عنده مشكلة في اللغة. ما تقلقش، دوس فرصة انك تطور الانجليزي بتاعك. اللي ما عندوش خلفية محاسبية ممتاز جدا انك تحط اساس صح. لا هقول لك بقى خد بيه في ايه، ولا افتح كتب الكلية، ولا اشوف مش عارف مين بيعمل لك الدورة المستندية ولا بتاع، لا. ما فيش احسن من دي كبيز للاكاونتنج. تمام. انت واخد البيز بتاع الاكاونتنج، بص من ايه، من بلاده. فما فيش احسن من كده. تمام. قلنا الامتحانات ما تتوقعش امتحانات، ما تقولش المعارضه جاي مش جاي. انت لوحدك مع الحل الامتحانات الكتير وحل الاسئله الكتير هتعرف ان في معايير محتاج تركز عليها مش تتوقعها. يعني مثلا السؤال الثاني والثالث بيدور حوالين مثلا 10 12 معيار ما بيطلعش منهم. تمام. السؤال الرابع بيدور في فلك برضو 10 12 معيار. انت من خبرتك في الحل هتعرف ان المعايير دي اركز عليها، مش ان انا 4 5 معايير منهم واقفل على كده. كده انت بتهزر، كده مش تاخد الفايده من الشهاده. تمام. طيب اتكلمنا عن فروع المحاسبه وقلنا ان فيها الجفرمنت والنوت فور بروفيت اورجانيزيشنز اللي هي المحاسبه الحكوميه والمحاسبه الجمعيات الاهليه والجمعيات الخيريه والكلام ده كله. قلنا عشان خاطر اختلاف البروسبكتيف واختلاف الاستراتيجي بتاعت الشركه او الجمعيه، فما ينفعش يعرض زي ما انا هعرض كبزنس اورجانيزيشن. انا مؤسسه هدفها الرئيسي هو تعظيم الربح وان انا احقق اهداف الشركه واكبر البيزنس والكلام ده كله. هو مش كده، هو راجل بيجي له دعم، بيجي له تبرعات بيحطه عنده في البيان ديل كدعم وتبرعات مش ايراد، لانه ما بيبيعش. هو ما بيبيعلكش حاجه، هو الراجل بيجي له دعم وايراد ويطلعه بره. تمام. اتكلمنا على التاكس اكاونتنج، وهنا ده يعني مينلي بيقوم على قواعد ضريبيه وعلى قوانين ضريبيه، بيبدا بناء عليها ياخد القوائم الماليه بتاعتي اللي معتمده على الاكاونتنج ستاندرد، ياخدها يعمل عنده شويه ريكونسيليشن، لان التاكس شويه بتمشي بالاكونت بالكاش بيزس غير الحسابات مينلي قايمه على الاكرول بيزس. الاكرول بيزس ده ان انت بتسجل ايراد وين ايرند، وبتسجل الاكسبنس وين انكيرد. تمام. ايرند يعني انت تستحقه، حصلته ما حصلتوش دي سكه ثانيه. تمام. بتسجل اكسبنس وين انكيرد، يعني مثلا انا جيت في اخر السنه الرواتب ما دفعتهاش 1/3/12، دفعتها في اول السنه كحسابات. لا، الراتب ده يخص شهر 12، شهر 12 في السنه اللي بتتقفل سجله في 12 على اكرول اكسبنس. تمام. ده الاكرول بيزس. هتشوفها اكتر في الفرق بين الاثنين، مثلا في فرق طرق الاهلاك، هتشوفها مثلا في فرق البروفيجنز. البروفيجنز هي مش حاجه فعليه، هي يعني ايه، هو التزام نشأ عليك بس انت ما دفعتش، بس انا عشان عارف ان القضيه دي انا هلبس فيها حكم، فبالتالي عشان القضيه دي انا لبست فيها بناء على حدث حصل في السنه اللي فاتت، فالتكاليف اللي هدفعها تخص السنه اللي فاتت. ده برضو مبدأ الاكروال بيزس. المشكله فين؟
حصلت في السنه اللي فاتت، يبقى التكاليف المتعلقه بيها تسجل في السنه اللي فاتت، ما يجيش اعمل مشكله في سنه واحمل تكلفتها للسنه اللي بعدها. تمام. فانا بمشي اكرول بيزس فبحمل بروفيجن. طيب التاكس بيزس يقول لك لا، البروفيجن هسجله لك وين انكيرد، لما تدفع هراعيك، هدخلها لك معايا. تمام. نفس الكلام على الاي سي ال. انا في بعت العميل ده دخل في حاله ديفولت او حصل له بانكراتسي، الراجل ده افلس لبس في الحيطه، هاخد بروفيجن اي سي ال اكسبكتد كريدت لوس. تيجي للمعيار يقول لك لا، لما يفلس يحلها اللي يحلها ربنا، عفوا لما تروح للضرايب يقول لك لا، لما يفلس يحلها ربنا، لما تيجي تعدم الدين ماشي، انما اي سي ال لا، انا ماليش دعوه بيه. فانت تبقى ماشي الاكونتنج بناء على ستاندردز، وماشي في الضرايب بناء على رولز وبناء على بيزس. تمام. فبالتالي دي التاكس بيز. بس الموضوع يبدا يرتبط بيكم امتى مع بعض بشكل مباشر؟ لما مثلا تبيع تشتري وفي ضرايب في النص، بتبيع بضريبه بتحصل بضريبه، اشتريت اصل بضريبه، هنا الموضوع دخل معاك. تمام. الفاينانس اكاونتنج قلنا ان هي عمليه، تمام، خاصه بان انت بتحدد عمليه اسمها الايدنتيفاينج. يعني ايه ايدنتيفاينج؟ انت عملت ترانزاكشن، اشتريت اصل، الاصل ده هو اصل اصل ككلمه يطلق على سواء كانت بي بي اي او فيكسد اسيت او انفستمنت بروبرتي. كلمه اصل مش مرتبطه بالاصل الثابت فقط. الانفنتوري اصل، الاستثمار العقاري اصل، الاستثمارات في ايكوتي اصل، البي بي اي اصل، الرايت فيوز اصل. فمصطلح اصل ده يشمل بنود كتير. تمام. انا جيت اشتريت اصل، لو انا بتاجر فيه يبقى بالنسبه لي انفنتوري، لو انا هستخدمه في الانتاج يبقى بالنسبه لي بي بي اي، لو انا هاجره يبقى بي بي اي. طيب انا بحدد الاول الترانزاكشن دي عباره عن ايه، دي الايدنتيفاينج. بعد كده بدخل حاجه اسمها ريكوردنج. الريكوردنج انا هبدا اسجله، عايز اسجله عندي. طب اسجله بايه؟ هسجله بحاجه اسمها الميجرنج. ايه القياس بتاعي؟ تكلفه، فير فاليو، عباره عن ايه؟ احنا عندنا في معظم المعايير بتمشي ان انا بسجل بالكوست، all costs necessary to acquire the asset. تمام. في بعض المعايير اللي فيها استثناءات، زي مثلا اي اس 41 اللي هو الاجريكلتشر، خاص بالثروه الحيوانيه والنباتات والحاجات دي، بتسجل بالفير فاليو، وده استثناء. ده مش ده مش دي مش البيز، ده الاكسبشن بتاع القاعده. تمام. تدخل بعد كده على الكلاسيفيكيشن، اصنفه ايه واصنفه كرنت ولا نون كرنت. الفيريفاينج، اتاكد ازاي من الاصل ده؟ لازم اروح اشوفه بعيني. تمام. طيب السمرايزنج، نلخص لي بقى الليله دي كده عشان نحطها في البي اند ال، ونقصرها في البي اند ال، نقصرها في البالانس شيت، نشوفها ايه بالظبط ونعمل الايضاح بتاعها. تمام. ونفسر ونشوف ونبدا نشوف الوضع فيه ايه. تمام. فكده نقدر نقول ان احنا خلصنا يعني بشكل كبير كده، عملنا انترودكشن على الاي اف ار اس. هل في حد عنده اي سؤال او اي حاجه نتكلم فيها؟ طيب استاذ حماده، حماده العدل، حد عنده استفسار يا جماعه في اي حاجه؟ معلش يا دكتور، لو انا خلصت المعيار شرحه بذاكره، احل ازاي طيب عليه من كتاب الكيت كيت بالظبط؟ بص يا باشا، كتاب الكت كده كده في اندكس موجود او فهرس موجود، انت بيقول لك ان معيار كذا عليه اسئله من كذا لكذا لكذا. هو الكتاب كله حوالي 50 او 52 سؤال. تمام. اه تمام. يعني اول حاجه بس اذاكر المعيار واحل الاسئله اللي في الكيت. زي ما قلت لك، ذاكر المعيار، تمام. لخص المعيار، ابدا روح على الاسئله. عايز تبدا باسئله الكت ممتاز، اسئله الامتحان ممتاز، ده متوفر لك وده متوفر لك، وحط في حسابك انك ان شاء الله تحل الاثنين. تمام. زي ما قلنا، كونك تكون افكار كتير، افكار كتير دي تسهل عليك الافكار اللي جالك في الامتحان، ما تبقاش قاعد قلقان يجي لك فكره كده ولا كده، كلها نولج بالنسبه لك هتستخدمها قدام. تمام. طب لو حضرتك يا دكتور حبيت انا خلصت المعيار وفهم كل حاجه في نص الاسبوع، ممكن ابدا في المعيار التاني ولا لازم المعيار اخليه الاسبوع كامل مذاكره وشرح والله واسئله بص، كده؟ انا هنزل لكم جدول بحيث ان احنا زي ما قلت لك، احنا معانا مثلا ان شاء الله شهر 1 2 3 4، عايزين نخلص حتى ان شاء الله اول 5. تمام. عايز تنقل من معيار لمعيار السلام عليكم. دي تبقى كويسه، بس ما تقلبش المعيار. يعني مش عشان خاطر انط المعيار ده اول ما ايه كنسل حاجات فيه، لا. معدل مذاكرتك في اليوم الكويسه، انت محتاج مثلا ان شاء الله من
من 3 ساعات يعني 3 ساعات في اليوم حلو، 3 ساعات كل يوم حلو، بحيث ان انت توفر له مثلا المعيار حوالي 15 ساعه في الاسبوع. ده ممتاز جدا. وخد بالك برضو احنا مش هنشرح معيار واحد، عندنا 37 معيار على حوالي 20 جمعه او يوم سبت. انا لسه برضو ايه حسب الظروف هنخلي المحاضره يا جمعه يا سبت. تمام. فعندك تمام 37 معيار. في معيار الكونسوليديشن لوحده، ده لوحده هياخد ممكن ياخد 3 محاضرات. تمام. لانها تمام مهمه جدا، متشعبه جدا، فكرتها مختلفه تماما، مش حاجه دارجه بالنسبه لك، وناس كتير يعني ما احتكتش بيها في الواقع العملي. فهنشرحها فروم سكراتش من A to Z ان شاء الله. تمام. طب حضرتك يا فانت دكتور بالنسبة للكتابة على الكيبورد الإنجليش أبدأ فيها من البداية ولا أجلها لآخر شهر ونص السلام عليكم. عشان الايه أتعود على معلش الكتابة على الكمبيوتر، أتعود على الكتابة على الكمبيوتر يا بالإنجليش باشا. عشان في ما الامتحان. ما انا بقول لك انت ده هتكتب أحب أبدأ من الامتحان. إمتى؟ ماشي. ما هو من دلوقتي انت هتذاكر المعيار. هتذاكره منين؟ من الكتاب. لخصه لنفسك. هتلخصه لنفسك ازاي؟ انجليش، ورقه وورد، على على اللابتوب اللي عندك. فانت أه ابدا من دلوقتي تنمي الاثنين مع تمام بعض، تكون نولج، تاكد انك فاهم، تعلي كمبيوتر معاك. انت مش محتاج اكتر من كده. يعني انت لو تمام مشيت الله بالوضع يبارك. ده لغايه اخر لغايه اخر الشرح ان شاء الله، فانت مش محتاج حاجه تاني. هتبقى مؤهل جدا للامتحان. بعد كده فاضل لك ايه بس؟ انك توسع دايره الحل شويه، او تحل مجمع. فاهمني؟ يعني انت مثلا كل اسبوع هتحل على معيار لوحده. طب جيت في الاخر ربنا كرمك وخلصت ان شاء الله مثلا السلام في 10 عليكم. 5 ولا حاجه، تحل مجمع. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سامعني يا دكتور؟ سامعني يا استاذ معتز؟ سامعك يا باشا، اتفضل. قعدت اتكلم كتير، معلش انا اسف. ما كانش حد لا سامعني في ولا يهمك. الاول. لا ولا يهمك يا باشا. ازاي حضرتك الاول؟ الله يحفظك يا باشا، بخير والله الحمد لله. شرحك ممتاز والله يا استاذ ما شاء معتز، الله ربنا يحفظك يا يبارك باشا، فيك. كلك ذوق والله. الله يحفظك، الله يبارك فيك. قول لي حضرتك دلوقتي، انا شغال في المشتريات والمخازن وما اشتغلتش قبل كده في المحاسبه خالص، بس انا خريج محاسبه. يعني انا تمام. لما اشتغلت في المشتريات والمخازن. تمام. فيا ترى الكورس ده او الشهاده المهنيه ديت هتنفعني في المستقبل ولا؟ بص، مفيش شهاده ما بتنفعش، بس الفكره زي ما قلنا، انت واخد شهاده، هتدور بعد كده تستفاد منها ولا مش هتدور؟ يعني مثلا خدت IFRS، خدت CME، خدت اجمد شهاده في الدنيا وشغال مشتريات ومخازن، هتستفاد بيها ازاي؟ هي مش في نطاق عملك اصلا، مش في السكوب بتاعك نهائي. فهمت قصدي؟ اه، فانت هتاخد فاهم دبلومه، قصدك. دور في الفئه دي بقى، خلاص اطلع من حته المشتريات والمخازن. فاهمني؟ تمام، صح. مع ان انت كده يعتبر شغال انفنتوري، يعني هتلاقيك بقى بتعمل الكوستنج بتاع الانفنتوري والحاجات دي كلها، والدوره المستمره بتاعه الانفنتوري هتنفعك، بس في معيار. بس بعد كده ابدا ايه؟ دور صح. خد خد يعني ايه؟ ابدا بسم الله الرحمن الرحيم، ابدا بالاي 4 اس كبيز بالنسبه لك، انك تطلعك لفوق. بس تطلعك مش معلومات بس والنولج بس، لا، تطلعك نولج، وتطلعك في انك تدور على الفئه اعلى. فهمت قصدي؟ يعني يا ترى هقدر ان انا اواكب ال الكتاب، وان انا اقدر ان انا اشتغل عليه وانجح في الامتحان، ولا لان الميزانيه والقوائم الماليه كلها انا يعتبر ناسيها بقالي اكتر من 5 سنين ما اشتغلتش عليها؟ اديك هتفتكرها. يعني اقدر، يعني ان شاء الله، يعني مفيش لو انا معاك. مفيش عائق قدام اي حد في الشهاده انه ينجح فيها او انه يخلص. مفيش اي عائق غير الشخص نفسه. يا انا مسهل بقول يا لك، رب. انت لو انت ضايع في الانجليزي، هديك لا، هتقرا انا انجليزي كويس انا وتلخص كويس في انجليزي. الانجليزي، بس انا المصطلحات بتاعت بكلمك لا لا لا، انا بكلمك كمعوقات الناس كلها بتتكلم عليها. يقول لك انا ما اعرفش انجليزي، ما عنديش خلفيه محاسبيه كويس. ابدا، ما انت في حسابات اهو، وانا بقول لك ذاكر MBA. ما تذاكر حسابات اهو. دي حتى معايير محاسبيه يعني. مصطلحات. دي يعني دي هي دي الحسابات. بس انما واحد ياخدك من ايدك يقول لك تعالى نعمل ديبت وكريدت، لا انت كده بتهزر. فاهمني؟ صح كده، صح. طب ك مصطلحات محاسبية، أنا برضو ضعيف هتحفظ. فيها. يا هتحفظ. ترى الديكشنري بتاعي اللي هو المترجم بتاعي اللي أنا المفروض أشتغل عليه وأنا بقرأ الكتاب، إيه هو بالظبط؟ لأن أنا ما أعرفش ترجم. انا كنت بستخدم جوجل ترانسليشن عادي. مش دقيق وبتشوف في برضه وبتشوف السنس بتاع الترجمه صح ولا غلط. انت ما بتاخدش مسلم بيه، ما يعني ما بتاخدوش كده قرآن يعني. فاهمني؟ صح، بس يعني المصطلح جوجل. نفسه هيتكرر معاك في كل حاجه. يعني ريكوجنيشن كريتيريا، معايير الاعتراف، هتعملها في كل الاصول. مم. الهيستوريكال كوست هتعملها في حاجات كتير جدا. فالمعيار هيتكرر يعني المصطلح الواحد هيتكرر معاك في نفس المعيار كتير وفي معايير كتير. فما تشيلش هم دي.
انت بس ما مسهل. تقعدش تحط معوقات لنفسك. انا معايا مصطلحات مش عارفها، انا الانجليزي ضعيف، المحاسبه ضعيفه، ماشي طب ابدا. ككتاب انا ما احفظش انا، افهم بس. يعني الكتاب المعايير قدامي ما اهو. بتتحفظش قولا واحدا. ما فيش حد بيحفظ معيار ويعرف يطبقه. المعيار بيتفهم تعرف تطبق، بيتفهم لو اتسألت تعرف ترد. حفظت، لازم اللي هتحفظه هو اللي تتسأل فيه. لو سألك بصيغة مختلفة هتقف، ما طب ايه تحفظش. الفرق بين طب ايه الفرق بين الدبلومة البراكتس؟ اصلا عندي 2 PDF، كان واحد ربنا يجزيه الخير بعتهم لي. الاي اف اس دبلومة براكتس ريفيجن كيت، ماشي، ده الكت. والاي اف اي اف اس دبلومة ستادي 2024 ده تكست. الكت ده الكت وده الكتاب. الريفيجن ده الكتاب. الكت، ده الكتاب. الكت هتلاقي حوالي اه 72 صفحة، الكتاب حوالي 570. ايوه، انا اشتغل ان انا اذاكر من الكتاب اه، واشتغل من الكتاب. واشتغل من الكت وأسئلة الامتحانات. هبقى ارفع لكم برضه أسئلة الامتحانات ان شاء الله. يا مسهل يا رب، تسلم جدا. الله شكرا المستعان، لك. الله يخليك يا باشا، الله طب يحفظك. حاجة تانية، معلش معلش يا أستاذ اتفضل معتز، معلش. اتفضل اتفضل اتفضل. ال... كيفية الشرح بتاعتك ممتازة جدا والله، بس الله يكرمك. ينفع لو ينفع تكتبه لنا على الوورد أو باوربوينت أو حاجة زي كده، ولا تبقى صعبة شوية؟ مش صعبة، بس اكتبك على وورد ازاي؟ ما انا عشان خاطر بكتب بيدي الحاجات اللي انا عايزها، فوورد هيبقى آه صعب بالنسبة أيوه لي أيوه أيوه فانا أيوه بكتب في نوتس كده بس، بفتح لك زي ما قلت لك، بفتح لك الموضوع بقى كده انت تقرا من الكتاب، وانا فتحت لك جزء كبير من الموضوع. صح فاهمني؟ مش تمام. أيوه فهمت. بس. شكرا. العفو يا باشا. حد عنده السلام عليكم. سؤال؟ استاذ خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهندس. الو. الو، طيب يا سامعني باشا اتفضل. حضرتك يا معتز؟ سامعك يا باشا، سامعك اهو، اتفضل. استاذ معتز، انا كنت من شهر كده ولا حاجه عرفت عن اي ار اس، يعني أنا لسه في فرقه رابعه يعني. تمام. فدخلت وبدات، شفت كام فيديو كده، لشابترين 3 كده، 4 و5 و6 تقريبا. فاهم مم. بقى وكل حاجه تمام، والموضوع بالنسبه لي يعني مش اللي هو صعب، ولا الفهم صعب عليا، ولا القيود ولا اي حاجه. بس مم. كنت مثلا اجي افتح اشوف السؤال اللي هو في نفس الكتاب اللي هو ستادي تكست ده. بيبقى فيه سؤال او اتنين كده بيبقى موجودين في الجنب ورا يعني. الاقي بقى الحوار صعب في ان انا مثلا احل، او بحس ان هو حل الحاجه بعيد عن الشرح او الامثله اللي كان عاطيها. ما بص، هو اعرفش مش ده بسبب ايه. هو مش موضوع شرح، ما انا عشان كده بقول لك انت المذاكره لازم تذاكر كويس جدا عشان يبقى عندك الحصيله العلميه كويسه اللي تاهلك انك تخش تشوف السؤال. فهمت قصدي؟ عشان كده بقول لك انت مم. ما ينفعش تدخل الامتحان وانت مذاكر بس من غير ما تحل. لا، الحل اهم من المذاكره. مش انك تسيب المذاكره، لا، انك تزود في الحل. تمام؟ لان انت مم. هتذاكر المعيار كويس جدا، حلو، بس هتتسال عليه ازاي؟ هي دي الفكره. فانا زي ما بقول لك، انت لما تبدا اول مره ما تقيمش نفسك كمذاكره، ما تقيمش نفسك كحل، ما تقولش لا ده انا حليت كويس وحش، لا، ما تحلش اصلا. اقرا السؤال واقرا الاجابه، الموضوع بسيط. اقرا بس، اقرا السؤال، شوفوا بيسال ازاي. دي اول نقطه عشان تربط تمرير السؤال والمعيار. ده اول حاجه. طيب تعالى بعد كده النقطه اللي بعديها، انت عايز الاجابه شكلها ايه؟ اقرا اجابته، والله يقول لك انا الاجابه هنا كذا 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 كذا. فاهمني؟ طب الاحسن ان انا مثلا اخلص شابتر واحل عليه، ولا اخلص معيار واحل عليه، ولا اخد مثلا 4 5 شباتر وبعد كده بحل عليهم، ولا ما احلش خالص اما اخلص مذاكره، ولا ايه بالظبط؟ ماشي لا 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 ازاي لا ده لا معاك؟ لا. بص هقول لك على حاجه، انا كان عندي ورقه كده ادور عليها بس ان شاء الله. ان زي ما بقول لك سؤال الكت كتاب الكت واضح، يقول لك مثلا معيار كذا عليه سؤال 1 2 3 4. تمام؟ فسؤال تمام. الكت واضح، يقول لك ان معيار كذا مغطي اسئله وبالعدد، يعني هم تقريبا 50 سؤال او 52 سؤال. فمثلا ممكن تلاقي معيار الايراد يقول لك ان معيار الايراد عليه من سؤال كذا لسؤال كذا، مثلا من 7 ل 12. سؤال مثلا الليز عليه مثلا من 3 ل 6 وليكن. المشكله في اسئله تمام. الامتحان، لان اسئله الامتحان زي ما تقول كده ايه، تايه في قلب بعضها. انا كنت عملت قبل كده يعني تفصيله ليهم، فهدور عليها كده واشوفها لو كده ارفعها لكم ان شاء الله. يعني مثلا الامتحان تمام. ده كان بيغطي معايير كذا وكذا وكذا وكذا.
سؤال الامتحان كذا كان امتحان مثلا ده كان مغطي معايير كذا وكذا وكذا، فانت خلصت معايير 16 مثلا، ترجع على الشيت ده، والله الشيت ده بيقول ايه؟ ان الاسئله على معيار البي بي اي مثلا كان في امتحان كذا وكذا وكذا وكذا. تمام. وانا جربت فتحل كده عليه. بس لقيت بيبقى مثلا البي بي ايه داخل معاه حاجات تانية، انا مش عارف اكمل السؤال ولا عارف احل ولا عارف اعمل اي حاجه فيه، بسبب ان انا مثلا مش كده. فكنت عايز مثلا بسأل بقى ان انا مثلا اخلص كام شابتر عشان اقدر ابدا حل، او اخلص ملهاش كام. شباتر ايه بالظبط بص عشان ابدا. بص هقول لك على حاجه، هي ملهاش كام شابتر او كده. الفكره مثلا انت عندك معيار زي البي بي اي، غالبا بيربطوا بمعيارين تانيين زي ايه؟ معيار اي اس 23 اللي هو بتاع البرون كوست. انا كده اشتريت اصل او ببني اصل وخدت عشانه قرض. في معيار 23 ده اسمه البرون كوست، لو انت خدت قرض عشان تبني اصل. طيب ترسم للفوائد ولا ما ترسملهاش؟ هي دي الفكره. المعيار ده قايم عشان دي، بس المعيار ده ممكن يتربط لك بكذا معيار تاني. كذا معيار تاني زي ايه؟ زي البي بي اي، زي الانفنتوري، زي الانفستمنت بروبرتي، زي اي اس 38 بتاع الانتنجبل اسيت. تمام. يعني انت ممكن مثلا تعمل كرييشن او تعمل كونستراكشن لاصل، قعدت فيه سنتين ثلاثه، مبنى كبير، عملت مجمع مصانع ليه، جيت على شركه زي المراعي قال لك انا هعمل مجمع مصانع مثلا في العاشر من رمضان، اكيد مش هيخلصه الصبح ولا بكره ولا بعده ولا كمان سنه، هياخد فيه وقت. انا خدت قرض عشان امول بين المشروع. تمام. فتشوف بقى الاصل كواليفايد ولا لا. لو كواليفايد هاخد البورون كوست دي او الفاينانس كوست دي ارفعها على تكلفه الاصل. فهمت قصدي؟ دي نقطه. ايوه نقطه ثانيه، في معيار اسمه بسم الله الرحمن الرحيم الجفرمنت جرانت. دي المنحه الحكوميه، جت الحكومه ادت لك منحه. تمام كده. تمام. طب المنحه دي اعترف بيها ازاي؟ قال لك مثلا ابني مصنع، والمصنع ده انا همول لك بجزء من قيمته. فانت كده عندك اصل دفعت فيه مثلا 100 مليون دولار، ال 100 مليون دول الحكومه هترد لي جزء. طب اعالج الجزء اللي هاخده كجفرمنت جرانت كمنحه حكوميه ده، اعالجه ازاي؟ اخليه ديفيرد انكم واعمل له امورتيزيشن مع الاصل، ولا اخفضه من تكلفه الاصل؟ فهمت قصدي؟ برضه هتلاقيه ايوه مرتبط بمعيار تاني اسمه اي اس 37 البروفيجن. لو جيت مثلا تبني مكان، جيت تبني مثلا ايه نقول بتبني خدت ارض حق انتفاع، ارض فاضيه فضاء، رحت بنيت عليها مول، قال لك حق انتفاع لمده 50 سنه. جميل. قال لك بس بشرط، هتيجي في اخر ال 50 سنه اللي هي حق اخر فتره حق الانتفاع تشيل اللي انت عملته. فانت معنى كده ده التزام عليك وقع النهارده، وانا بوقع معاك العقد قلت لك خد بالك انت زي ما هتبني هتشيل. فانا تكلفة اتفقت معاك الإيجار النهارده. بعد كام سنة. الله ينور عليك. تمام. تكلفه الازالات دي تمام اسمها ديسمانتلينج كوست. طيب التكلفه دي انا شايلها من النهارده اوريدي، ما عنديش مشكله. بس الفكره ان لازم اخدها في اعتباري واجيب لها بريزنت فاليو للمبلغ اللي هدفعه كمان 50 سنه، بجيب لها بريزنت فاليو النهارده وارفع قيمه البريزنت فاليو ده اسجله ديبت الاسيت كريدت البروفيجن. فعشان كده معارف بي بي اي متشعب في كذا معيار. امتحان يونيو اللي فات ده انا دخلته كان برضو جايب لي كده، كان جايب لي البروفيجن مع معيار 23 مع البي بي اي. قال لك انا بنيت مبنى، المبنى ده خد مني وقت، خدت قرض عشان اموله، وانا شغال فيه الحكومه قالت لي في الاول انك هتهد المبنى ده في الاخر، فدخل لي 3 معايير في سؤال واحد. فزي ما انت بتقول انت ممكن تشتغل على الحته بتاعتك على الجزء الرئيسي بس، وزي ما بقول لك ما تقيمش نفسك في الاول على الحل. حل، جرب، اغلط، اقرا. انا ما قلتلكش ما أنا حل لو هقيم نفسي دلوقتي هبقى زيرو، اللي هو مش عارف أعمل أي حاجة. يا مع باشا. انت انا زي ما بقول لك يا خالد، انت بتعرف تربط ازاي ما بين المعيار وما بين السؤال. انا عارف المعيار كله، بس هتتسأل ازاي دي ما تعرفهاش الا من الامتحان. هي أيوه الشهادات البروفيشنال كده، الاهتمام بالحل اكتر، يعني لازم تحل اكتر ما تذاكر. فهمت قصدي؟ وتحل كل حاجه تمام. قدامك، اي حاجه متاحه قدامك حلها. الميزه في الاي اف ار اس ان هي مصادرها محدوده. يعني ايه؟ انت عندك كتاب واحد بتذاكر منه، وعندك كتاب واحد بتحل منه اسئله امتحانات. تيجي مثلا حاجه زي السي ام اي، انت عندك 4 مصادر ممكن تذاكر منهم، و4 مصادر ممكن تحل منهم، غير مصدر الامتحان حاجه اسمها اسئله ريتايرد. فانت وهناك الارقام هناك كبيره، مثلا تلاقي كتاب الاسئله 1700 سؤال، 1800 سؤال، واسئله بنت حلال.
غير هنا الموضوع محدود وملموم. طب الحمد لله. حاجة حلوة. لا الموضوع هنا ملموم، يعني ما تقلقش من دي، يعني سهل. المعايير مش صعبه، هي معايير الفكرة جميله. بس فعلا احنا هنبقى محتاجين جدا الورقة اللي انت لسه قايل عليها، اللي هي بتاع ان اشوف مثلا معيار كذا عليه سؤال كذا وكذا وكذا، ده يساعدنا بقى قوي ان هو انت تحل على الجزء اللي انت لسه مذاكره بس. هدور لك عليها بس واعمل لك عليها ابديت، حتى لو لقيتها ان شاء الله ابديت بامتحان ديسمبر اللي فات، وان شاء الله لو كده ارفعها لكم ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا. العفو يا باشا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا استاذ معاذ. الله يحفظك يا باشا، الله يكرمك. معلش كام استفسار. لو اكتفينا بحل الكت واسئله الامتحانات دي كده ان شاء الله يبقى كفايه، يعني ان احنا نبقى جاهزين في الامتحانات، ولا برضه؟ بص يا باشا، زي ما قلت لك، انت اصلا ما عندكش مصادر تانية غير دول. انت عندك الكيت واسئله الامتحانات بس انت بقول لك يعني اللايف فارس ميزتها ان انت عندك بس مصدرين للمذاكره، للحل، عفوا للحل. هو مصدر للمذاكره ومصدرين للحل، الكيت والامتحانات. بس تدي اولويه للامتحانات، لان اللي جه في الامتحانات السابقه بنسبه كبيره هو ده ليفل الاسئله بتاعك. الكيت انا شايفه، يعني انا ما حلتش الكيت، بس هو مهم، بس انا ما لحقتش احل الكيت. لو كان عندي وقت كنت حليته، بس ما حليتوش. بس زي ما بقول لك، كل ما تحل كل ما يجي لك افكار اكتر، تبقى عندك نولج اعلى، تعرف تتحرك اسهل في الاسئله. فهمت قصدي؟ لا مش حضرتك ممكن تكلمنا عن لا، موضوع مواعيد التسجيل للامتحان؟ بص، التسجيل للامتحان اعتقد بيبقى في الاسبوع الاول من شهر فبراير. تمام. بتعمل عضويه وتسجل. تكلفه الامتحان، في تكلفه للعضويه وتكلفه للامتحان. اللي في مصر العضويه بتاعتهم تقريبا 45 جنيه استرليني، اللي بره 89 جنيه استرليني. تكلفه الامتحان لوحدها تقريبا في رينج 130 135 جنيه استرليني تقريبا لكله. يعني بس مصر واخده اعفاء على رسوم العضويه 50% تقريبا. طب معلش اخر حاجتين بعد اذنك. اتفضل. لو حضرتك تعمل لنا بس يعني زي جروب على الفيس او حاجه، بحيث مثلا اللي خلص مثلا عايز يسال سؤال ولا حاجه، وانا بحيث انا يعني انا يساعد عامل كده اوريدي فيك. انا كده اعمل جروب على الفيس. هبقى اعمل بعد كده، بعد كل معيار مثلا هعمل له بوست لوحده، بحيث مثلا اللي عايز اي حاجه في المعيار ده يرجع للبوست ده يلاقي فيه كل اللي هو عايزه، كل الاسئله المطروحه من الزملاء، كل الاجابات كده ان شاء الله. يعني ده اللي في دماغي باذن الله. الصوت قطع. اخر حاجه بعد اذن حضرتك، اخر حاجه بعد اذنك، يعني لو ينفع بس ناخر الميعاد ساعه عشان بس العشاء وكده. وشكرا لحضرتك. والله يا باشا، انا بس المشكله ان انا في الكويت، فعشان لا نأخر معاك ساعه ممكن الموضوع يسحب معايا. انا معاك، انا كده هندي شويه كده وندي بريك، وبعد كده احنا كده ادينا يعتبر بريف عن اللايف فارس برودكشن عليها. فممكن بعد كده نبدا في حاجه اسمها الكونسبشن فريم ورك، نقعد فيها ساعه كده، ساعه وربع ولا حاجه. فكده هدي بريك ان شاء الله، ما تقلقش. شكرا لحضرتك. الله السلام يحفظك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور. بعد إذن حضرتك بس أنا عندي استفسار بالنسبة أنا موجود حاليا في السعودية، تمام؟ تمام. واشتراك العضوية اللي أنا عارف إن هو كان يعني تقريبا 45 في مصر. هل أنا أقدر أسجل بالمبلغ ده، ولا هضطر طبعا عشان أنا موجود في السعودية فأدفع على 89 زي ما حضرتك قلت؟ والله بص، اقول لك على حاجه. الفكره ان انت لو جيت عملتها وحجزت امتحان في السعوديه هتبقى ازاي؟ تمام. ما انت بتحجز في مكان. انا ما عملتهاش، بس مثلا شفتها في السي ام اي. ناس كان سعر السي ام اي كان في مصر 50%، فحجزوا بالخصم. تمام. وجه امتحن في السعوديه، فهم برضو هناك مش هبل، بعد إذنك سابوا يمتحن ونجح. بس جه مسكوا في الشهاده، قالوا مش هتستلم الشهاده، بندفع 50% اللي انت ضحكت علينا فيها بس. تمام. بعد طب بعد إذنك يا مستر. حاجة بس أخيرة، معلش يعني. اتفضل. أنا بقول لو حضرتك تدينا بلان مثلا قبل، يعني أنا هعرف مثلا قبل حضرتك المحاضرة الجاية، تمام، هبدأ في إيه؟ لأن أنا حاليا أنا كنت بدرس، بسمع فيديوهات اللي هي الدكتور عبد الله بن نعيم جزاه الله خيرا يعني، تمام. ما شاء الله عليه بصراحه. ومخلص يعني تقريبا نص الشهاده. بس انا بيبقى في حاجات واقفه معايا في الاسئله والكلام من ده، فانا عايز ابقى يعني حتى وانا بسمع من حضرتك ابقى محضر تمام ايه اللي كنت واقف فيه عشان اتناقش يعني. بسيط. تمام. ماشي خليها في نص الاسبوع. اقول لك يعني بعد ما تذاكر ده اقول لك في نص الاسبوع والله المحاضره الجايه تبقى كذا،
لان انا بس تمام حسب ظروف شغلي، انا ساعات بنزل الجمعه وسبت عشان خاطر بس الكلوزنج وكده. تمام فهقول لك مثلا المحاضره الجايه باذن الله جمعه او سبت والساعه كام، وهنشرح فيها معيار كذا. حلو كده. بعد اذنك شكرا اتفضل. شكرا. بعد الله اذنك يحفظك. مستر، بخصوص الو ايوه اتفضل يا باشا. بخصوص السؤال تسجيل العضويه، تمام، عادي ممكن يسجل مصر. انا كنت مسجل مصر وحاجز في دبي، مفيش مشكله. انا ما اعرفش، انا قلت له انا ما اعرفش، انا شفتها انا قدامي في السي حصلت ام معايا اي وده اللي لا، حصل. في الاي اف ماشي ار اس عادي، تمام. يعني هو عايز لو يسجل مصر عادي ويدفع الرسوم خلاص 45 جنيه استرليني تفاصيل الفلوس كام يا ويحجز احمد في بعد دبي عادي. نعم. ماشي. انا بقول لك انا ما عنديش المعلومه دي، انا الفلوس شفتها كام في السي ام اي قدامي، وشفت لك شفت مم. الرياكشن بتاعهم كان ايه بس. لا. لا انا كنت فانت لو متاكد حاجز منها ويندو خلاص، 12. يعني اللي عايز يعملها ايوه انا كنت يعملها مش حاجز مشكله. ويندو ايه فحجزت عادي. كنت حاجز انا ويندو 12 بس حصل دروب قبل طب خلاص، الامتحان بشهر ده كده كده بناء. اه فما دخلتش الحمد لا لا لله لا يعني خير. استنى، ما تقسي انت بتقيس على الامتحان، ان هو ما عندوش مشكله انه يحجز لي، يعمل لك العضويه وانت في مصر ويحجز لك امتحان، مفيش مشكله في دي. انا بقول لك انا زميلي يحجز في امتحن. دبي. ما هو فهمني، انا بقول لك انا زميلي في السي ام اي امتحن. يعني مم. شوف بقى، هو تمام. دفع وامتحن ونجح في الشهاده، بس وقت الاستلام هو مسكه في دي، قال له مش هتستلم الشهاده قال لما تدفع ال 50% التاني. فانت ممكن يفتح لك انك تمتحن. انا بقول لك الكيس اللي انا شفتها، ممكن تعدي معاك مم. او ما تعديش، انا ما اعرفش. ممكن مش فعلا عارف ما والله. ياخدوش بالهم عادي، مش عارف. مم. ممكن برضه. مش عارف، ما عنديش معلومه في دي بصراحه. تمام. بعد اذنك يا استاذ معاذ اساله بس احمد على حاجه. هو لما انت وقفت في شهر 12 قبل شهر 12 الفلوس بتروح عليك ولا ايه اللي بيحصل ولا بتتم ايه؟ لا انا كنسلت بالظبط 31/10. لا رجعوا على الحساب عندي، اللي مش على الحساب عندي رجعوا في حسابي بيفضلوا على اس كريدت سي هناك. اي. كريدت على بالظبط. الاس سي. يعني هو حضرتك يا استاذ ما ينفعش معاذ تاخدهم بس اللي هو تخش بيهم الشهر الجاي الترم اللي بعديه او المره اللي تحجز بيهم بعديها. تحجز اللي بيهم الويندو بعديه اللي عادي بعده، برضه. يفضل لك احجز كريدت بيها. هناك تحجز بيهم الويندو اللي بعده. اه بعد تمام. اذنك يا استاذ معتز، يا اتفضل يا استاذ باشا. معاذ، اتفضل. حضرتك لازم اوثق الشهاده، اصل انا برضه في الكويت. ترجمه بس، ما توثقش حاجه، الاماكن دي مش محتاجه توثيق، انت بس ترجم بس. اترجم الشهاده. ترجمه عند اي حد، اي مكتب معتمد، ترجمه وابعتها له تمام. ماشي يا هو استاذ. بس. بيحتاجوا معلش ورق ايه يا استاذ معاذ عشان هي بس محتاج شهاده الكليه مترجمه، ومحتاج ان انت بتنزل فورم من على الموقع من عندهم، فورم بتاع الخبره. تمام، انت ما بتجيبش شهاده خبره من عندك وتوقعها من الشركه والكلام ده كله، لا. انت بتجيب الفورم دي تملاها، وتحط فيها ارقام ناس ممكن يوصلوا لها وتبعتها لهم. ده قبل الامتحان؟ لا ده قبل العضويه، عشان يعمل لك قبل العضويه العضوية. اصلا. بالظبط. اه يعني ورقه طب استاذ العضويه، معاذ بس انا في الطلبه مصر، انا في مصر بيحتاج ورقه العضويه ديت والشهاده مترجمه بس كده. لا، ورقه الخبره وشهاده الكليه ورقه مترجمه. الخبره بس كده لو وشهاده انا في الكليه مصر. مترجمه، او بره مصر، دي متطلبات الشهاده ايا كان. تمام. طيب واثبات الطلبه يا الهويه استاذ بيبقى، معاذ بيعملوا ايه؟ نعم. واثبات الطلبه الهويه بيعملوا بيبقى ايه؟ الباسبور صح؟ انا معلش مش سامع، واحد بس يتكلم بعد اذنك عشان مش سامع بس. اثبات الهويه بيبقى الباسبور عادي. اللي بتدخل بالباسبور الف شكر لحضرتك. كنت لا بقول لك يا خلاص. استاذ معاذ الطلبه، طيب هيجيب شهاده الخبره دي منين ولا هيعمل ايه ولا شهاده الكليه اصلا هيجيبها الطلبه، منين هو لسه ما اتخرجش؟ لا لا بص، هو ممكن يبعت لهم يقول لهم ان انا كنت بتدرب خلال فتره الكليه فبيقبلوها عادي، دي ما فيهاش مشكله. هو زي ما بقول لك هو بيصدقك في اللي انت بتبعته، فانت ما تشتغلوش بقى، هو بيعتبرك ان انت ما بتشتغلوش. يعني انا لو في مم. الكليه واخد مثلا تريننج في مكتب او حاجه بيعديها، او ان انت تنجح بعد ما تشتغل تقول له ابعتوا لي الشهاده، بس انت اوريدي واخدها، انت سيرتيفايد خلاص، بس مجرد انك تستلم الورقه نفسها. يعني لازم اكون تدريب في مكتب محاسبه، ما ينفعش مثلا تدريب ممكن، في لا بنك لا بتاع لا، انا الشغل بقول لك عادي، ما ينفعش اي حاجه. شغل عادي اللي هو ايه بقى، هو عايز شغل حسابات مم. لو بس. ما فيش شغل حسابات مش هتعرف تاخدها. لا ما هو انت واخد شهاده حسابات، فهتديله شهاده غير حسابات ازاي؟ تمام. يعني الحاجات دي برضو ممكن تبعت بقى ايميل ليهم يكونوا افضل برضو، يعني هم بيردوا على طول. يعني لو بعت لهم ايميل يا جماعه انتم طالبين مني ايه يخلصوا، بس انا اعرف ناس في الكليه واخدوها عادي. ممكن يكون الموضوع واقف على استلام الشهاده، مش مشكله، تحصيل حاصل انك تستلم الشهاده، بس انت واخدها. فاهمني؟ تمام. بس. يعني لازم اللي انا اشتغل 3 سنين خبره عشان اخد الشهاده. سنتين. سنتين.
طب انا دلوقتي مش معايا السنتين دول خبره كمحاسبه. يا باشا ما انت اللي بتكتب بقى وظبطها، ماشي تمام. انت اللي بتكتب يعني. فهو زي ما بقول لك هو بيصدقك، هو ما بيرجعش وراك، فانت ظبطها. وفي مكاتب بتترجم الشهادات في الكويت على كده يا دكتور معاذ؟ في كتير ماشي. في كتير. اي مكتب اي صح؟ مكتب بيترجمها لك. قول لي بس مكتب ترجمه معتمد، وكلمني حتى بعدين وانا ابقى ابعت لك رقم المكتب اللي انا كنت مترجم معاه. مسهل يا رب. ماشي يا باشا. حد تاني عنده اسئله؟ مساء الخير. مساء النور يا فندم. من فضل حضرتك كده كنت عايزة أسأل في الجزئية بتاعة الخبرة اللي هتتكتب دي. تمام. هو لو كتب مثلا إن هو اتدرب في مكتب محاسبة، هو مش فعليا اتدرب، هو مش بيطلب ريفرنس يعني يرجع لهم وكده، ولا هو بيحطها برضو كده؟ بيطلب ريفرنس ناس، فالناس دي ممكن تتظبط يعني. هو زي ما بقول لك هو ما بيدورش وراكي، هو يعني المفترض هو انه مش بيطلب بيصدقك. مثلا مش بيطلب مثلا زي إن هو يتواصل معاهم وكده ولا إيه؟ لا كده كده بيطلب ريفرنس، بيطلب ريفرنس للناس تكتبيهم. بس برضو يعني انت لو كتبتيها خلاص مش مشكله يعني. انا لما كتبتها ما حدش راجع ورايا قال لي انت فين او شغال فين او الكلام ده كله. طيب تمام. عندي سؤال تاني من فضلك. هو لو حد اتفضل. قسم مختلف مثلا عن قسم محاسبة وحابب مجال الحسابات، السيرتيفيكت دي هتبقى مناسبة ليه؟ يعني هو هيقدر ياخدها ويستفاد بيها، ولا بعدين التخصص بتاعه يبقى عائق، ولا هي هتزود معرفته، ولا ايه؟ ما هو ايه بالظبط قسم ايه وهتفيدك لغايه قسم فين بيزنس يعني؟ ادمنستريشن، إدارة أعمال. هو مثلا حابب ان هو يعمل يغير المجال وحابب يدخل مجال الحسابات، فالشهادة دي تكون قوية يعني بالنسبة له، ولا برضه هيفضل عائق ان هو ما اشتغلش في لا مجال عادي. الحسابات بصراحة؟ لا 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 عادي. ما هي دي بدايه الحسابات اهي. ما انت بتتعلم حسابات اهو، ينقصك انك تطبق بس. طب هي يعني مجرد مفيدة انه لما خدها. الشخص يشتغل يعني لما الشخص يشتغل أفضل وبعدين ياخدها، ولا إن هو لا لا ياخدها عادي. لا عادي يعني اشتغلت الاول خدتها الاول مش مشكله. المهم لما تيجي تشتغل تعرف تطبق. انت يعني ممكن مش برضو مسألة تشتغل اول وتشتغل تبقى ما انت لو اشتغلت الاول ممكن تبقى انت بتطبق يعني. شغال داتا انت مش فاهم انت بتعمل ايه. زي معظم السيستمز اللي موجوده دلوقتي تخلي الواحد ما يفكرش اصلا. فاهم قصدي؟ م. فسواء كده او كده هو اوريدي هيبقى عنده النولج، فاضل له بس الابلكيشن انه يطبق بس. يعني هي مش مسألة إن أنت تراكم خبرات نظرية ورا بعضها وما بتطبقش ولا حاجة. لا من خبرات نظري هتتحول لشخص اكاديمي اللي هو انت عارف المعيار بس مش عارف تطبيقه. يعني انت لو حد تمام. سالك في المعيار هترسله المعيار من فوق لتحت مفيش مشكله. طب تعالى طبق. طب تعالى اعمل قيد بقى لكيس معينه قدامك ايه براكتيكال عمليه. هيقف. فانت كده هتذاكر بس وما تطبقش. انت كده بقيت اكاديمي بس. تمام ماشي، شكرا. عفوا. حد عنده اسئله تاني؟ استاذ معاذ لو معلش. سمحت عندي سؤال. اتفضلي. طيب هو ازاي اتفادى مثلا ان انا اكون شخص حافظ بس الحاجة ومش عارف ان انا اطبقها؟ بصي الاسئله الامتحانات بتبقى عباره عن الى حد ما كيسز شويه. يعني بيقول لك انا اشتريت قصر، القصر ده كان قيمته كذا، صرفت عليه مصاريف كذا. تبداي انت بقى تشوفي بقى من التصنيفات دي المصروف ده ينفع يتعمل له كابيتاليزيشن ولا لا. فاهم قصدي؟ فالى حد ما بتبقى جزء من البراكتيكال شويه. الفرق بس ان هو هنا جاي لك في شكل ناريشن، شكل سرد كده. في العادي لو انت في شركه هتلاقي بقى الورق جاي لك واحنا اشترينا، وحد يقول لك احنا اشترينا الاصل وادي ورق الاصل اهو الكلام ده كله. فاهم قصدي؟ ايوه تمام. حد عنده استفسار تاني؟ آخر سؤال يا أستاذ معاذ. اتفضل يا باشا. بقول لحضرتك دلوقتي ذا كونسبشن فريم ورك، ايوه. ده برضو بيتهيألي معيار من معايير الاي اف لا اس. بص هو مش معيار. هو زي ما تقول كده الايه القواعد اللي بيتحط على اساسها المعايير. هو مش معيار في حد قواعد ذاته. زي هي الدستور قواعد كده. بحيث الله ينور عليك زي الدستور والقوانين بالظبط. هو مش تمام. الدستور مش قانون. بس هي تمام. محددات ان يعني ايه. ليها بحيث أسئلة في انك الكت. نعم.
فيها أسئلة وكده في الكت ليها ممكن يكون أسئلة فيها، مش عارف والله، بس هي الفكره اسئلتها ما بتجيش كتير في الامتحان، يعني استفساراتها بسيطه قوي، يعني يعني أنا ممكن خايف من نص ساعه النظري ونبدا. ها. النظري هيبقى فيه كلام كتير ولازم نكتب بالإنجليش يعني أنا شايف على الكتاب دلوقتي إن الكونسبشنال فريم ورك ده كله نظري، مفيش أي حاجة عملي خالص، افهم كله اللي فيه، كلام عن القواعد يعني انا معاك ماشي، استنى نص ساعه نبدا فيها ونتكلم فيها ان شاء الله. هي برضو ماشي حاجات هي مش يعني ما تتحفظش، افهم هو عايز منك ايه، فاهمني؟ اه تمام. بس استاذ حد محمد عنده بعد استفسار اذنك، تاني؟ انت اتفضل. قلت ان انت ما كنتش بتحل من الكت، امال الحل كنت معتمد على ايه اكتر؟ يا باشا انا حليت من اسئله الامتحانات، لان انا بدات متاخر جدا، فانا حليت اسئله الامتحانات بس. طب هو بس البلان بتاعتك للشرح بتاع الكورس ده هيبقى فيه حل، ولا مش هنلحق، ولا هيبقى شرح بس، ولا هتبقى ماشية ازاي؟ لا، ممكن احل لكم في الاخر كمجمع بقى، بس انتوا في النص هيبقى زي ما قلت لك، هيبقى معاك اسئله الامتحانات، انا هبعت لكم ان شاء الله الفايل ده وحل منه، وفي الاخر هعمل لكم بقى ايه زي ورك شوب كده مجمعه للمعايير بشكل كامل. يعني مثلا هناخد تمام. مثلا معايا راي فارس 9، وليكن معايا راي فارس 9 ده الفايل هنحل عليه مثلا عدد كبير من الاسئله شويه، فاهمني؟ تمام. طب هو الفايل هيبقى فيه أسئلة بإجابتها صح؟ لا، الفايل هيقول لك ان يعني انا عامل له كلاسيفيكيشن ازاي. امتحان مثلا ديسمبر 22 وليكن الامتحان ده سؤال الكونسوليديشن كان بيغطي معايير كذا وكذا وكذا، لان الكونسوليديشن اللي بيجي لك عباره عن ايه؟ عباره عن كم معيار مدخلهم لك في الكونسوليديشن، يقول لك ان فيهم مشكله وانت بتجمع تعالجها ازاي المشكله دي، فاهمني؟ تمام بس تمام. انما في فايل تاني لاسئله الامتحانات ده برضو معايا، ممكن ارفعه لك. خلاص عادي، احنا كده كده هيبقى معانا كتب، يعني أنا معايا الكتاب فممكن أعتمد، يعني سهل أجيب السؤال، بس هبقى محتاج فعلا إن هو التصنيف بتاعهم أو كده. لا الكتاب، ما خلاص طالما معاك الكتاب موجود هبعت لك انا ان شاء الله الفايل ده، بس ادور عليه وابعته لكم ان شاء الله. تمام. معلش في سؤال أخير بقى، هو معلوش علاقة اتفضل. أوي لا، بس كنت شايف ناس كتيرة بتتكلم عن الفرق بقى بين الشهادة، أو بيقولوا إن الشهادة مش غير زي الدبلومة، فأنا عايز أعرف إيه الفرق بيناتهم أصلا. بص يا باشا، الشهاده هي السكوب بتاعها اقل، تمام؟ الفيز اللي انت تمام. بتدفعها ممكن تدخل بيها 3 امتحانات. الامتحان مرة بتاعها واحدة ام يعني سي كيو. بتدفع مرة. لا، الدبلومه بتدفع مره بتمتحن، لا قدر الله ما دفعتش تدفع تاني. انما أيوه. الشهاده انت بتدفع مره، ممكن تمتحن بيها 3 مرات. دي نقطه. النقطه الثانيه، الدبلومه لازم تروح تمتحن في مكان هم محددينه. حلو. الشهاده لو معاك لابتوب ونت تمتحن في اي حته، يعني ما ينفعش في الشغل، الدبلومة القهوه. تمتحن أونلاين؟ ينفع اونلاين، فتحوها في ناس امتحنتها المره اللي فاتت، الامتحان اللي فات. اسمها ريموت، عشان اسمها كده. ريموت، لسه فاتحينها المره اللي فاتت. بس امتحانات الشهاده ام سي كيو بس، هي اختياري، 25 سؤال اختياري، حليت 13 نجحت. دي سهلة أوي كده. طب ما انا عشان كده دي ما عشان كده ملهاش تقل في كام السوق. أو يعني والله مالهاش تكلفه مش لازمة أصلا؟ عارف بصراحه. لا ملهاش تقل، معروف ان الشهاده امتحانها عامل ازاي والسكوب بتاعها عامل ازاي، ومعروفه يعني. تمام. بس انت طالما كده كده نويت انك تذاكر، فخد حاجه صح. انت هتقعد تذاكر وتدفع فلوس، حتى لو تدفع ازيد شويه، بس خد حاجه صح بس. مظبوط. ماشي تمام، بس مع الشكر. العفو يا باشا. حد عنده استفسار تاني؟ كده تمام. طيب الساعة 8 إلا ربع بتوقيت مصر، خلونا نرجع 8 وربع إن شاء الله، نتكلم على الكونسبشن فريم ورك، عشان هو فيه شوية نظرة حلوين نتكلم فيه كده ونناقشهم ونكمل اللي فيه، عشان بعد كده نبدأ في البرزنتيشن إن شاء الله. هي تمام؟ المحاضرة هتبقى قد إيه يا أستاذ معاذ؟ أو نعم؟ بتبقى قد إيه؟ المحاضرة هتبقى مثلا في متوسط وقت قد إيه؟ والله بص، هو على حسب المعيار نفسه، يعني في معايير كبيرة في معايير صغيرة، فاهمني؟ يعني في معيار ممكن ياخد له 3 ساعات، في معيار ممكن ياخد له نص ساعة ولا ساعة. انا كده كده برضو، انا في معايير انا شارحها على اليوتيوب، وفي معايير شارحها كنت لسه شارحها من فتره،
هرفعها برضه، فدي هتخف معانا الشرح كمحاضرات يعني. تمام، يعني هتلاقي بقول لك مثلا هنشرح النهارده معيار كذا، وهتلاقي في معيار مثلا كذا مرفوع على اليوتيوب وده اللينك بتاعه مثلا. تمام. النهارده ان شاء الله لحد امتى مثلا؟ عشان بس عندي فرح فعايز اتاكد. يا باشا ربنا يسعدك يا باشا، يعني ممكن نتكلم كمان ساعة حتى ولا حاجة، ساعة ساعة وربع كتير إن شاء الله. تمام مش هسمع. طيب هو بس في شوية أسئلة في على الشات. التسجيل أنا بحاول أسجل فربنا يسهل. تمام. جروب واتس ممكن أعمل جروب تليجرام إن شاء الله، بس زي ما بقول لك مينلي هنعمل بوست على على الجروب بتاع الفيسبوك، نجمع فيه الأسئلة المتعلقة من أي حد للمعيار نفسه. تمام، بحيث إن البوست ده يبقى ريفرنس للمعيار ده بكل اللي فيه، سواء أسئلة الناس أو أسئلة أي حد. تمام. وبرضه هنعمل جروب تليجرام برضه نرفع عليه الداتا الموجودة بإذن الله. فيديوهات على اليوتيوب يعني على حسب كده، نشوف ربنا ييسر الحال إن شاء الله. نشار إكسل شيت مفيش مشكلة. المادة العلمية هنظبطها، هنشوف بس حد يكون عنده المادة العلمية أبديتد ونرفعها إن شاء الله. جروب تليجرام برضه هنحاضر، هنعمل جروب تليجرام إن شاء الله. مواعيد المحاضرات هتبقى زي ما قلت جمعة أو سبت بإذن الله، يعني قبلها بكام يوم كده هرفع إن هنشرح معيار كذا، عشان الأخ اللي كان بيقول إنه عايز يجهز المعيار قبليها، ونعرف معيار كذا المحاضرة تمام ميعادها إمتى إن شاء الله. أشترك في الكورس يا باشا إزاي؟ لا خلاص يا باشا أنت اشتركت. جروب تليجرام أفضل، حاضر إن شاء الله نخليها تليجرام بإذن الله. التسجيل هترفع إمتى؟ ما دخلتش من الأول، حاضر هظبط بس التسجيل ونرفعه إن شاء الله. الجامعة وتوفر شهادة تخرج مترجمة ينفع؟ لا ترجمة مكتب معتمد، يعني انا ما ترجمتش من الجامعه، عايز تعملها من الجامعه تمام مش مشكله، بس انت حتى لو ترجمت من مكتب ترجمه خارجي معتمد تكفي، انا استخدمتها وما قالوش حاجه يعني. بس كده ردينا على مساء الاسئله اللي في الخير الشكل يا ده. معلم. اتفضل. طب هو الطلاب اتفضل يا باشا. الشهاده الشهاده يجيبوها منين ولا اثبات كفايه؟ ايه الطلاب اثبات قط كفايه ولا هنجيب شهاده ازاي؟ والله مش عارف، لو عايز دي ممكن ابعت لهم ايميل واقول لك الرد ايه، ما فيهاش مشكله يعني. حتى انا في واحد زميلي كان واخدها وهو طالب، فممكن اشوفها يعني. عرفنا كويس. اتفضل يا اسف. امورتايزيشن مش فاهم يعني ايه امورتايزيشن للديفيرد انكم. بص يا باشا، انت عندك في ديبريشيشن وفي امورتايزيشن. الديبريشيشن تمام بيكون للحاجات الملموسه، التانجبل اسيتس. يعني ايه؟ انت بتعمل ديبريشيشن لاصل ثابت. تمام. تمام انما اما يكون حاجه غير ملموسه بتعمل لها امورتايزيشن، زي مثلا ايه؟ البريبيد اكسبنسز. دي حاجه ملموسه، لا انا دفعت ايجار تمام مقدم، يعني انا جيت في شهر 12 دفعت ايجار 12 1 و2، طب جيت في واحد تمام مش هدفع تاني، هعمل امورتايزيشن للبريبيد اكسبنس. فاهمني؟ تمام الانتنجبل تمام اسيت، لو انا عندي رخصه مثلا مدتها 5 سنين بعمل لها امورتايزيشن لانها انتنجبل، انا ما عنديش حاجه امسكها، انا لا ماسك بريبيد مم. اكسبنس ولا ماسك ديفيرد انكم ولا ماسك انتنجبل اسيت، انا مش ماسك حاجه. فاهمني؟ فده تمام يا بيستخدم ريس. تمام معاها الامورتايزيشن كمصطلح. تمام تمام تسلم يا ريس حبيبي. الله يحفظك يا باشا.